السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم بإذن الله بنفتتح أول سلسلة من سلسلة حلقات البودكاست اللي يتكلم عن التجارة الإلكترونية وكيف أن الواحد ممكن يحقق أكثر من مصدر دخل عن طريق الإنترنت بشكل عام، وتكون عن طريق التجارة الإلكترونية والمتاجر الإلكترونية بشكل خاص. ضيفنا لهذا اليوم مروان السويلم، هو شخص له تجارب في التجارة الإلكترونية، وبإذن الله نتمنى أنه يفيدنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا مروان. أهلا وسهلا، حياك الله عبد الرحمن، كيف حالك؟ بخير الله يسلمك، كيف حالك؟ طمنا عنك. والله تمام الحمد لله. أتمنى أن تكون هذه الحلقة بإذن الله نقدر من خلالها نقدم معلومات مفيدة للمشاهدين بإذن الله، خصوصا الأشخاص اللي ممكن هم في بداية المشوار أو بداية رحلتهم في التجارة الإلكترونية، وأنه يقدرون من خلال هذه الحلقات أو السلسلة من الحلقات أنه يتعرفون على أكثر الصعوبات ويأخذون أكبر قدر من المعلومات اللي إن صح التعبير قد أنها تساهم في تضليل العقبات، وقد أنها تكون يعني خلينا نقول سلاح في أيديهم على أساس أنه يقدرون يتخطون كثير من العقبات أو الصعوبات الموجودة في مسألة التجارة الإلكترونية، وخصوصا طبعا في مسألة البدايات. صحيح، بدنا وأنا واثق بإذن الله أنها بتكون حلقة مثمرة، وبإذن الله جميع الأشخاص اللي مبتدئين في التجارة الإلكترونية أو الأشخاص اللي لهم عندهم يعني شغف أنهم يبدوا ومترددين، بإذن الله يطلعوا بعد الحلقة بكمية معلومات. خصوصا انه فيه يعني خلينا نقول ان صح التعبير في الانترنت معلومات كثيره، احيانا تكون جزء منها مغلوط، واحيانا جزء منها غير صحيح، واحيانا بعض المعلومات تكون لاهداف غير الهدف الظاهر في المعلومه. فلذلك احنا بنحاول إنه نسلط الضوء على كل هذه النقاط على اساس يقدر الشخص او الباحث عن المعلومه ينتقي المعلومه الاصح والاسلم والافضل له، على اساس انه يتخطى زي ما قلنا كثير من العقبات، وايضا على اساس يقدر انه يحفظ ميزانيته، او يقدر يحفظ اكبر قدر ممكن من الميزانيه الموجوده لمشروعه، خصوصا في البدايات. لانه في كثير من الاشخاص لما يبدون بتجاره الكترونيه، احنا نتكلم اليوم عن أشخاص اللي حابين يبدون بتجارة إلكترونية، وخلينا نتكلم عن الأشخاص العاديين، يعني الأشخاص اللي عندهم حتى رأس مال بسيط. خلينا صحيح. نقول حتى إن صح التعبير ممكن أشخاص عندهم 50,000، أقل من 50,000. ما نتكلم عن التجارة الإلكترونية للأشخاص اللي داخلين مثلا بملايين، بمليون، مليون ونص، مليونين إلى صحيح، آخره. احنا نتكلم عن الأشخاص أو الأفراد اللي مشاريعهم ميزانيتهم محدودة. بسيطة. فإنه اي بالضبط، فانه يحفظ مثلا 1000 2000 ريال من حاجه معينه، هذه تفرق معه بشكل كبير. فلذلك اعتقد انه تركيزنا حيكون لهذه الفئه اكثر من اي فئه ثانيه. مزبوط مزبوط. طيب أنا في البداية حابب صراحة أتكلم أو نبدأ بالمتاجر الإلكترونية. أنا شايف إنه صراحة ما شاء الله تبارك الله في السنوات الأخيرة يعني ذاع صيت المتاجر الإلكترونية بشكل كبير، يعني وصار أي أحد يعني له مجال، له خبرة في البزنس أو له خلفية في البزنس بيتوجه للمتاجر الإلكترونية. يعني حتى المحلات والأسواق والشركات إلا ما تلاقي عندهم متاجر إلكترونية. فيعني فرصة كبيرة لجميع الأشخاص المبتدئين إنه يبدأ متجر إلكتروني. وسؤالي لك اليوم، أنا ليش المفروض أفتح متجر إلكتروني؟ ليش ما أتوجه على طول أفتح مثلا محل أو مثلا أبدأ بالعقار؟ أنا ليش كمبتدئ المفترض أبدأ في أطلق متجر إلكتروني؟ إيش الفوائد اللي ممكن أحصل عليها، وإيش السلبيات؟ مهم. طيب، مفهوم التجارة الإلكترونية، أو خلينا نقول المتاجر إن صح التعبير، على أساس إنه نركز في هذه النقطة بشكل أكبر، لأنه أعتقد مفهوم التجارة الإلكترونية أكبر من مسألة وجود متجر، لأنه فيه مفهوم التجارة الإلكترونية قد يكون أو يصل إلى الأشياء أو الخدمات اللي ممكن بيعها أو تقديمها من خلال الإنترنت، مثل تطبيقات توصيل الطعام وغيرها. لكن خلينا نقول في الأشخاص اللي هم عندهم منتج وحابين يبيعونه، تمام. أكثر المزايا الموجودة في مسألة التجارة الإلكترونية، أو أنه يكون عندك متجر، تقليل التكاليف. أنت ما عندك تكاليف إيجار وبعض الرخص إلى آخره، هذه أنت راح تنساها. علاوة على ذلك أنه أنت تقدر توصل لشريحة أكبر
من العملاء. يعني اليوم مثلا أنا عندي متجر يبيع خلينا نقول بن أو قهوة في الدمام. إذا كان متجر العادي أو التقليدي إن صح التعبير، فأنا ما أقدر أبيع إلا الأشخاص الموجودين ممكن في الدمام، ضواحي الدمام. ولو مرة يعني متعني لي شخص ممكن يجيني مثلا من الجبيل، من الحسا، غيره من هالأمور. تمام. لكن في التجارة الإلكترونية أو في متجر أنا أقدر أبيع لشخص جالس الآن في الغربية، أقدر أبيع لشخص في جازان، أقدر أبيع لشخص في تبوك، أقدر أبيع لشخص حتى خارج السعودية. وفي أي وقت. فمعناته أنه أنا من خلال وفي أي وقت بالضبط، صح، أنه أقدر أنا أبيع. ما عندي أوقات دوام، ما عندي أوقات إغلاق، ما عندي إجازة، ما عندي حتى وإن كان عندي إجازة فأنا قادر على البيع، بسبب أنه أنا أقدر أتمم أو أسوي أتمتة لعملياتي في المتجر بشكل إلكتروني. فأنا ماني محتاج موظف يكون مثلا يوافق على الطلبات أو شيء من هذا القبيل. فأكبر حاجتين ممكن نستفيد منها من خلال دخولنا أو توسيع نشاطنا في المتاجر الإلكترونية: تقليل التكاليف، استهداف صحيح. شريحة أوسع من الناحية الجغرافية بشكل أكبر. صحيح. فهذه صحيح. أحد أو أهم سببين. بالضبط. صحيح. خصوصا انه في اخر الخمس سنوات الاخيره لاحظنا انه يعني زياده المبيعات في التجاره الالكترونيه بشكل كبير. يعني صار الواحد وهو جالس في جواله يطلب، يشتري، يتسوق. يعني خصوصا انه صار الموضوع جدا سهل وانت جالس في بيتك في جوالك. زمان لا، الواحد كان يشغل سيارة ويروح. الحين في جوالك بتلاقي كل شيء، كل حاجة وفرتها المتاجر الإلكترونية. ففي فرصة كبيرة يعني. طيب يا مروان، بالنسبة للمنتج، هل المفترض انه انا ابيع منتج معين ولا اواكب الترندات، او ايش الطريقة في اختيار المنتج؟ خصوصا انا شايف يعني من اغلب الشباب اللي عندهم تردد في موضوع التجارة الإلكترونية، هذه أصعب نقطة بالنسبة لهم. دائما بيقول لك إنه أنا إيش حبيع؟ أغلب المنتجات موجودة في أمازون، في نون. فأتمنى إنك تقدر توضح لنا هالنقطة برضه. مهم. طيب تمام. مسألة اختيار المنتجات هي مسألة يعني الأمانة متشعبة وكبيرة جدا. لكن سؤال انه ايش ابيع، هذا السؤال يعني خلينا نقول يرجعنا اذا انت حاب انك تدخل في تجاره الكترونيه وما تعرف تبيع. فيفترض انه اصلا انت قبل لا تفكر في مساله التجاره الالكترونيه يكون عندك تصور ايش ممكن صح. تبيع. الفكرة أول قد شيء. انه ممكن تتخصص. اي كفكره انت ايش حاب تبيع، او ليش اصلا انت فكرت في التجاره الالكترونيه. بما انك انت فكرت في التجاره بالضبط. الالكترونيه فغالبا عندك فكره ايش الفكره، ايش المنتج، ايش ممكن حتى الخدمه. اليوم التجاره الالكترونيه ما هي محصوره على مساله انه انت تبيع منتج ملموس. الآن التطبيقات التوصيل تعتبر منتج. مثلا المتاجر الإلكترونية الآن أو المنصات المتاجر الإلكترونية مثل سلة وزد إلى آخره، ترى هي في النهاية يتعاملون معها هذه المنصات كمنتج. أنا المنتج تبعي صحيح. أبيع لك متجر إلكتروني أو اشتراك أو شيء من صحيح. هذا القبيل. يعني مو لازم تكون سلعة. أنا فلذلك ممكن أقدر عن طريق خدمات، عن طريق شيء أنا أعرفه أقدمه للناس. مو لازم دائما يكون شيء منتج أو سلعة. إيه لا ما هو بالضرورة يكون منتج ملموس. ما هو صحيح. ما هو بالضرورة. إيه ممكن يكون خدمة، ممكن تكون أنت تبيع خدمات، ممكن تبيع منتجات رقمية مثلا على سبيل المثال. في نطاق واسع جدا من مسألة المنتجات. لكن خلينا مثلا نرجع لمنتجات الفيزيكال أو المنتجات الملموسة. زي ما ذكرت انت يفترض انه قبل لا تدخل او تفكر اساسا في التجاره الالكترونيه يكون عندك تصور ايش ممكن تبيع. البعض يقول لك انه والله مثلا طيب انا بجيب مثلا اكسسوارات جوالات. اوكي، بس انه ترى الاكسسوارات الجوالات فكرت فيها، بس اللي رحت بحثت لقيتها مثلا موجوده في المتاجر الكبيره مثل مثلا نون، مثلا امازون الى اخره من المتاجر، جرير مثلا المتاجر الضخمه او العملاقه في السعوديه. فكيف انا بقدر ابيع المنتج وهو موجود هناك؟ في عده عوامل او مؤشرات اساس انت تختار المنتج، وخلينا نقول هي يعني تنبئ بانه المنتج هذا يفترض يكون ناجح.
بغض النظر عن المثال اللي احنا تكلمنا عنه مثلا اكسسوارات الجوالات، لكن بشكل عام. كمجملا يفترض انه على اساس بشكل عام على اساس يكون المنتج ناجح لابد انه يكون يحل مشكله. صحيح. تمام. الناس لما تشتريه بيحل عندهم مشكله. على سبيل المثال في مجال الالكترونيات، او مثل ما تكلمنا احنا في مجال الالكترونيات، الباور بانك او البطاريه حلت مشكله. المشكله انه انت سابقا ما كنت تقدر تشحن مثلا في اي مكان، ما تقدر تشحن جوالك في اي مكان، في السفر، في التنقل، في البر، ماني عارف ايش، بحر الى اخره. لكن جاء الباور بانك كحل لهذه المشكله. طيب الآن الباور بانك يحل المشكلة، لكن نجي للعنصر الثاني أو المعيار الثاني. الباور بانك موجود في كل في مكان. منافس عندك. المنتجات اللي أنت على أساس أن تكون ناجحة غالبا، إيه بالضبط، من أحد العناصر اللي ممكن أو المؤشرات على نجاح المنتج أو قدرتك على بيعه أنه ما يكون المنتج متوفر في كل مكان. طيب اليوم في وقت من الاوقات الباور بانك ما كان متوفر في كل مكان. تمام. بدايات وجود البطاريات المتنقله على سبيل المثال ما كانت موجوده في كل مكان، كان بعض الشركات توفرها، فكان تقدر انك تبيع فيها بكميه كبيره وبسهوله. خصوصا طبعا انا اتكلم عن اشخاص بادين في التجاره الالكترونيه بمتاجر صغيره. اترك الاشخاص اللي يعني راح ياسسون براند معين خاص فيهم، عندهم طرقهم، عندهم اساليبهم في بيع المنتجات. تمام. هذا المنتج متوفر في كل مكان. إذا أنا كنت أقدر ألقى الباور بانك في المتاجر الإلكترونية، وأقدر ألقاه في محلات الجوالات العادية التقليدية، وأقدر ألقاه ممكن حتى في البقالات والمحطات، طيب الآن أنت العميل ليش يشتري صحيح. منك؟ هو لاقي المنتج أو يقدر يحصل على المنتج في أي مكان، وممكن في بعض الأماكن أسرع منك. بالضبط. يعني إنه أنا أروح أشتري مثلا المنتج أو الباور بانك من متجر قريب من عندي، ممكن يكون هذا خيار أسرع منك من إنه أنا أشحن وانتظر يوم إلى يومين. هذا المثال ما يعني إنه أنا اليوم لو جبت باور بانك ما أقدر أبيع، صحيح. لأنه في تفاصيل ثانية أنا أقدر أنافس فيها. ايش التفاصيل الثانيه اللي نقدر ننافس فيها؟ مثلا اقدر انافس في السعر. اذا انت تقدر تنافس في السعر فنافس في السعر. طيب شوف المشاكل الموجوده عند المتاجر اللي توفر مثلا الباور بانك او المنتج تبعك. اذا المتاجر قاعده توفر هذه المنتجات مثلا بس اسعار عاليه، او بجوده سيئه، او بخدمه شحن بطيئه، حاول انت تحل هذه المشاكل وتتفوق عليهم في هذه المشاكل، على اساس يكون عندك قيمه مضافه، انه انا كعميل اقدر اجي اشتري منك. لما اقول مثلا راح اشتري من متجر سين، والله متجر سين عنده باور بانك، لكن خدمه الشحن عندهم مثلا تاخذ 10 ايام على سبيل المثال. طبعا هو مثال الباور بانك، يعني صحيح. ما هو حصرا على الباور بانك، لكن قياسا بكل المنتجات حتى الملابس وغيرها. فأقدر أتفوق في خدمة ما بعد البيع. مثلا والله الشركة الفلانية مثلا تبيع باور بانك ومشهورة إلى آخره، لكن ترى خدمة الضمان مش ولا بد مثلا صحيح. على سبيل سرعة المثال، التوصيل أو ما أيضا. يتجاوبون بسرعة، أو إيه او مثلا ما يستبدلون لي المنتج بشكل سريع. والله حصل انه خرب عندي منتج، لكن حاولت انه استبدله، ما قدرت انه استبدله عندهم بشكل سريع او سهل او سلس. كل هذه القيم او الخدمات او القيمة المضافة للعميل تساعد او تساهم في بيع المنتج، حتى وان كان المنتج موجود فيه منافسة موجودة في السوق يعني. صحيح. وانا عندي برضو راي صراحه في موضوع اختيار المنتج. في احيانا انت عشان تختصر على نفسك الطريق، يعني في زي ما يقولوا في التجاره الالكترونيه يسموه سوق احمر او ازرق، ما انا متاكد، ولكن في بعض المجالات يفضل انك تبعد عنها. يعني مثلا زي مجال العطور، مهم. السوق اكتفى مهم. في كل زاويه بتلاقي مهم. محل عطور، او في كل شارع بتلاقي فيه محل عطر. في كل 100 متجر إلكتروني في السعودية بتلاقي منهم 30 أو 40 متجر حق عطور. فالمجالات اللي بتلاقي مهم. فيها يعني تكدس، حاول قد ما نقدر نبعد مهم. عنها. عندك مجال العطور، مجال الملابس، برضو مهم. صراحة مجال اكسسوارات الجوالات نفس الشيء. فزي ما تفضلت انت انه مهم. في اختيار المنتج في البداية نشوف المنتج يحل مشكلة. هذه برضو نقطة. النقطة الثانية بتشوف انه هل المنتج يعني عليه ضغط في السوق، هل عليه هل ينباع في كل مكان. اذا كان ينباع في اقبال وطلب. بالضبط اقبال وطلب، هل عليه اقبال وطلب او لا. في نفس الوقت هل ينباع في كل مكان. اذا ينباع في كل مكان وانت عندك ميزة تنافسية تقدر تسويها،
بيعه. إذا ما عندك ميزة تنافسية لا تخسر نفسك. ميزة تنافسية زي ما أنت ذكرت ممكن تكون عن طريق الضمان، التغليف، التوصيل السريع. أي ميزة تنافسية. التغليف بحد ذاته هذه ميزة تنافسية، يعني أنت ممكن تنافس فيها. فاختيار المنتج صراحة يعني زي ما تفضلت إنه هو الأساس، هو نص التجارة الإلكترونية اختيار المنتج. أنت اخترت المنتج وجبت الفكرة، إيه قطعت شوط كبير صراحة في التجارة الإلكترونية. ولا إيش رأيك؟ شوف، اي صح، لكن شوف يعني هذه النقطة لابد انه برضو اي شخص حاب يبدا او يفكر في التجارة الالكترونية لابد ياخذها بعين الاعتبار. اليوم حنا في عالم مفتوح، الانترنت مفتوح، اقدر اشوف كل شيء. المنتج اللي انت جبته حتى وان كان منتج انت ابتكرته او طورته او شيء من هذا القبيل، ترى مسألة وقت لحد ما تلقى منافس ينافسك اذا اثبت المنتج جدارته في السوق. يعني انت لابد تكون عندك المعرفه هذه او التوقع لهذه الامور. انا لو جبت باور بانك على سبيل المثال يشحن بالهواء، اوكي، ابتكرت تقنيه بهذا الشكل مثلا، اوكي، واثبتت جدارتها في السوق من ناحيه جوده ومن ناحيه بيع ومن ناحيه ربح الى اخر، ترى المساله مساله وقت، مساله 3 شهور 4 شهور بتلقى منتج منافس موجود لك في السوق. حتى وإن كان عندك براعة اختراع لهذا المنتج إلى آخر، بيبحثون بيحاولون أن يوصلون إلى هذه التقنية وبيوصلونها بأي طريقة أو تقنيات مشابهة، أو قد يكون أنه حتى تقنيات تفوق التقنية اللي أنت جيت فيها. فالمسألة دائما يعني متعلقة بالمنتج، متعلقة بوجودك في مسألة مثلا السوشيال ميديا، التسويق، القيم اللي أنت قاعد تقدمها للعملاء. صحيح. أنت ذكرت مثلا مسألة المجال، مجال العطور مثلا. مجال العطور زي ما حنا عارفين انتشر انتشار بشكل فظيع، مثل ما انتشرت المقاهي والقهوة والسوالف هذه، أوكي. لكن أنا مثلا كمروان أو كعميل لما بشتري من شخص سين يبيع عطور أو شخص صاد يبيع عطور، تمام، إذا أنت ما قدمت لي قيمة إضافية عن أي منافس، ليش أنا أجي عندك؟ صح بالضبط. ممكن يكون منتجك جيد لكن أنا ممكن يكون المنتج جيد لكن أنت ما أعطيتني القيمة الإضافية اللي تخليني أجي أصلا أجرب المنتج تبعك. صحيح. فأنت جايب منتج جيد لكن ما حد يدري عنه أنه جيد. فالمسألة يعني كثير من الأشخاص مثلا، لكن هذه ممكن احنا نتكلم عنها في المحاور الأخيرة زي ما احنا متفقين، لكن خلينا ناخذها الآن بلمحة. أنه مسألة التسويق، أنت لابد يكون عندك خطط تسويقية تعرف أنه قادر على تسويق لهذا المنتج وبيعه، وتقدر تدخل في معمعة الأمور وتناطح الكبار وتناطح الناس اللي في السوق. مو شرط أنك تنافسهم أنه أنت بتجيب شيء أفضل منهم، لكن أحيانا، وهذه نقطة مرة مهمة ترى، أنه أنت كصاحب متجر صغير، تمام، أو كصاحب بزنس صغير، حركتك أسرع من المنشآت الكبيرة. صحيح. تمام، تقدر تغير، تقدر تعدل، تقدر تروح، تقدر ترجع، أنت أسرع منهم. هذيك المؤسسات أو الشركات العملاقة الكبيرة والمتاجر اللي احنا حتى ذكرناها، ترى أنه مسألة اتخاذ القرار فيها بطيء بشكل كبير، لأنه مؤسسة كبيرة عملاقة، شركة كبيرة. لكن صحيح. أنت تقدر تستغل هذه في التزامات، في عقود، في أشياء كثيرة، في مجلس إدارة، في سوالف كثيرة. لكن أنت كمتجر إلكتروني تقدر تتحرك في هذه المسائل بشكل أسرع. زي ما ذكرت أنت وزي ما احنا ذكرنا، صراحة اختيار المنتج يعني موضوع متشعب كبير جدا. أحد النقاط اللي أنا راح أضيفها في مسألة اختيار المنتج، وهي مهمة بالنسبة للتجار، خصوصا تجار صغير الصغار زي ما احنا ذكرنا وذكرتها أنا لك قبل من خلال المكالمة، أنه أنت الآن لما تبي تجيب منتج أيا كان المنتج، إذا كان في مورد موجود محلي وموجود مورد خارجي برا البلد، غالبا أنت راح تقدر تحصل على المنتج بسعر أفضل من الخارج من ما هو موجود أنت عليه. سبقتني المسألة مو مرتبطة. أنت سبقتني بسؤالك. أيوه. مو مشكلة، بخليك تواصل. كنت برضو بسألك على أنه أنا عندي المنتج وكل شيء، فمن وين أجيبه؟ فأتوقع أنه هذا جواب لسؤالي، من وين حجيب المنتج؟ أنا جاتني الفكرة، أنا الحين كتاجر تو بادئ، عندي الفكرة وجاني المنتج وكل شيء وحصلت المنتج. هل المفترض أنه اشتريه من أسواق الجملة اللي في السعودية أو أجيبه من الخارج؟ وإذا جبته من الخارج
في مواقع معينة في بعض الناس يقول لك لا دائما لما تشتري من برا في نصب وما نصب، الصين وما الصين وهالاشياء. ف واصل اتوقع انه هذا الجواب للسؤال. كمل. اوكي. اي بالضبط، صحيح عبد الرحمن. يعني المساله انت قبل لا تستورد منتج، تمام، وهذه نقطه مره مهمه. هي المساله مش انه احنا ما نشجع انه انت تشتري من الموردين المحليين، او احنا ضد الموردين المحليين او لا. المساله غير متعلقه بهذا الشيء اطلاقا. المساله تتعلق بانه وين تحصل افضل سعر. غالبا او في غالب الحالات، تمام، او في جزء كبير من الحالات، اساس ما نكون احنا نبالغ في المساله، انه تستورد هذه المنتجات من الخارج تكون بتكلفه اقل. لكن انت على اساس انه تبحث بحث جيد، ابحث عن الموردين المحليين للمنتج اللي انت حاب تجيبه، وقارن. وابحث عن الموردين او المصانع اللي توفره بالخارج، واحسب حساب الشحن، الضريبه، التخليص الجمركي الى اخره، تمام. وشوف وين الافضل والاقل تكلفه. من ضمن الاشياء برضو انت ذكرت انه ايش المصادر الموجوده. المصادر الموجوده كثيره صراحه، وتعتمد على نوع المنتج. يعني لو كان المنتج مثلا الكترونيات بقول لك توجه الى الصين. لو كان المنتج مثلا ملابس، في كثير دول مشهوره بصناعه الملابس وصناعه الملابس حتى لاشهر البراندات في العالم، مثل الهند، مثل باكستان، مثل بنغلاديش، مثل تركيا. هذول الدول على فكره تصنع اغلب الماركات وافخم الماركات الاوروبيه، تمام. فتقدر تحصل اسعار جدا منافسه في بعض المصانع، او حتى بعض المصانع من نفس الخطوط الانتاج اللي قاعده تصنع الى او تصنع لعلامات او براندات عالميه. انت بتاخذ من نفس خط الانتاج بنفس الجوده، لكن ما تقدر طبعا تاخذ العلامه التجاريه، لكن بتقدم منتج جيد وفوق الجيد لعملائك. الالكترونيات موجوده اكثر من دوله زي ما ذكرنا، الصين، اعتقد فيه اللي هي كوريا برضو، تقدر تجيب من بعض المنتجات في كوريا. ففي عدة دول، كل منتج انت حاب تجيبه شوف الدول اللي تنتج او مشهورة بانتاج هذا المنتج. في بعض الدول العربية مثل في القطن والملابس القطنية الى اخره، مثل مصر وغيرها، وايضا تركيا. قيم السعر هنا وهناك، وشوف السعر الانسب والافضل لك والجودة، وخذ اللي يكون يعطيك هامش ربح افضل. ممتاز. طيب في بعض الناس يقول لك يعني انا بجيب مثلا كمية كبيرة من الصين او ايا كان من خارج السعودية او من خارج المنطقة اللي هو فيها، وفي نفس الوقت في تخوف. يقول لك انا بجيب مثلا 100 حبة من المنتج الفلاني، لا قدر الله لو صار في كسر في المنتج او شيء، هل في ضمان؟ يعني هل الجهة اللي أنا بتواصل معهم أو الموقع الإلكتروني اللي أنا بطلب منه هل يقدموا لي ضمان لا قدر الله إذا في كسر أو نصب أو شيء؟ لأنه في ناس فئة كبيرة صراحة تخاف، تقول لك أنا ما أقدر أطلب مثلا كمية كبيرة من شخص أنا ما شفته ولا قد قابلته في حياتي ويوصل لي. إيش رأيك في هالنقطة؟ طيب جميل. نقطة مهمة، واعتقد انه كثير من الاشخاص اللي يعني يفكرون في البدايات او في بداياتهم عندهم هذا التساؤل. واعتقد انه انا في وقت من الاوقات كان عندي هذا التساؤل، وطبعا تساؤل يعني منطقي وجيد، على اساس انه ما يتعرض لاي شخص لعمليات نصب او احتيال او شيء او شيء من هذا القبيل، يصير هو يفكر يبدا في التجاره الالكترونيه ويروح تروح الفلوس كلها. فمثلا على سبيل المثال في موقع خلينا نتكلم عنه مثلا في الصين، علي بابا من اشهر المواقع على مستوى العالم في مساله البيع بالجمله، تمام. في عده معايير، في عده عوامل انت تقدر تتحقق منها من البائع او المصنع انه هذا البائع او المصنع جيد وموثوق. احد العوامل اللي ممكن تتحقق منها عمر المصنع، هذا او عمر البائع هذا تو اليوم، له شهر، له سنتين، 4 سنوات الى اخره. الحاجه الثانيه واللي احنا كلنا نعرفها طبعا مساله التقييم، اشوف التقييم، ردود الفعل للناس، بلس انه فيه بعض المتاجر علي بابا يقدم لهم ضمان حمايه للاموال، بمعنى انه هذا المتجر او هذا المصنع لو باع لك هذه السلعه وما وصل لك اياها او ما اعطاك اياها، علي بابا هو خلينا نقول صح التعبير هو كفيلك، او هو اللي راح يكفل هذا الشخص ويرجع لك اموالك ويحل النزاع الموجود. لكن على اساس انت تتخطى او تتفادى كل هذه الاشياء، تاكد من المعايير اللي هي التقييم، عمر المصنع او عمر البائع، وتواصل مع البائع. ممكن حتى ايضا تجرب البائع انه تقول ارسل لي عينه
قطعتين 3 4، جرب المنتج قبل لا تطلب. هذه ممتاز. حقوقك يعني، ولا تتنازل عنها. ما تقدر انك تطلب صحيح. مثلا 1000 2000 قطعة قبل ما تاخذ عينات وتجربها، على اساس ممكن بالضبط. ايضا حتى في في يعني مسألة قبل ما هذه اطلب الكميه المصانع الكبيره والشيء. لازم اطلب عينه اجربها واتاكد منها، ثم بعد ذاك اطلب الكميه الكبيره. صحيح. بالضبط، لانه يا طويل العمر الان في المصانع والبائعين هذول عندهم قدره على انه يعدلون لك المنتج بالمواصفات اللي انت تبيها. فقد يكون انك تطلب المنتج ويوصلك، لكن عندك ملاحظه معينه، فترجع تقول للمصنع انه انا ترى مثلا ابيك تعدل لي هذه الملاحظه، او تعدل لي هذه الشغله. على سبيل المثال انا كنت لي تجربه، جبت جهاز شو اسمه كهربائي. الجهاز الكهربائي فيه كيبل او سلك. مم. فجبت العينة كانت حليوة مقبولة، جبت كمية بعتها، لكن لاحظت أنه المنتج نفسه الكيبل رفيع أو نحيف تمام تبع الكهرباء. فلما مم. رجعت أطلب كمية ثانية من المصنع، قلت لا أنا هذا الكيبل ما يمشي معي، أبي أنه يكون الكيبل أقوى، أساس نتفادى أنه يكون في قطع، أو يتفادى أنه يكون في التماس لا سمح الله أو شيء من هذا القبيل. فأنت تقدر تعدل على وفي المنتج، تجاوب تحسن من جودة يعني. المنتج لقيت في تجاوب اي طبعا منهم في تجاوب، بشكل لانه طبيعي بيكسب. اي لا لانه المسألة مدفوعة، لأنه هو بيقول لك صح. الكيبل هذاك مثلا قيمة المنتج مثلا على سبيل المثال ب$10، ترى هذا مع الكيبل هذا ب$13. فأنت دافع ممتاز. قيمة، لكن أنت في النهاية راح تقدم قيمة وجودة لعملائك. طيب ممتاز. طيب في بعض الناس مثلا يعني انا صراحة بركز على موضوع الاعذار. نبغى نطلع في نهاية مهم. الحلقة انه اي مشكلة لها حل، يعني انت في النهاية راح تلقى حل. مهم. طيب في واحد مثلا بيقول لك انا والله لغتي الانجليزية ضعيفة. انا من رأيي الشخصي شايف انه مو عذر، يعني موضوع اللغة مو عذر، أه، لانه انت في لغتك حل. الإنجليزية ضعيفة في لغة في إيش؟ الانجليزية إنه ما بشكل يقدر عام يستورد مثلا. ما مثلا ما يقدر يتواصل، ما يقدر يتكلم مع المورد. فايش رايك انت في النقطة دي؟ شوف، اللغة طبعا حاجز، ولا بد انه مم. نعترف انه يعني بالضبط، هي الوجود شيء اللغة مهم، حاجز. لكن هل تمام. يمنعني ايه من التجارة ايه الإلكترونية؟ لا، ما تمنع، بتخلي العملية شوية أصعب، لكن ما هي حاجز. ممتاز. صح، يعني ما ليش؟ هو عذر. لعدة أسباب. لا ما هي عذر ابدا اطلاقا، صحيح وتقدر صحيح. تستعين حتى بشخص صديقك الى او اخره. بجوجل، لكن عمليا ترجمة جوجل. اي اقل شيء جوجل، ادخل عمليا اكتب كوبي اي بس. عمليا انت عندك جوجل. ايوه عندك جوجل، ومثلا منصه علي بابا تدعم الترجمه داخل المنصه. انت تقدر تتواصل صحيح مع المصنع باللغه الصينيه، انت تكتب له عربي صحيح. ويظهر شو اسمه ايه المصنع باللغه الصينيه. اذكر احد البائعين كنت اتواصل معه، فكنت حاط في الترجمه انه انا اكتب عربي ويظهر له بالصيني. تمام. فهو على اساس انه ما ادري يعني يبي يكسب يعني معرفه او الزبون. صداقه او شيء من هذا القبيل. فقال لي ايه، فقال لي انه انت تعرف تتكلم صيني. قلت له لا، وين اعرف المترجم. حسب الصيني ها. ايه فما ادري هو عارف، لانه ممكن الترجمه تكون جيده، او ممكن ما كان عارف. يعني ممكن كانت الاداه داخل علي اكسبرس او عفوا علي بابا كانت بهذا القدر من الجوده لحد انه انه هذا الشخص يتحدث اللغه الصينيه في الاساس، ما قدر يعرف انه المساله مترجمه. فاللغه الانجليزيه لا. وعلى فكرة ترى 90% منهم من الموردين يعني ما يعرفوا لغة إنجليزية. هذا صراحة من تجربة شخصية. يعني أنا يعني حتى لو بتلاحظ لو تبغى تتصل عليهم بيقول لك لا، خليها رسائل، لأنه هو امم أصلا يعتمد على مترجم. يعني أغلب امم الصينيين لغتهم الصينية الأم صيني، ما يعرف حتى اللغة الإنجليزية. فشوف، هو صيني وما يعرف إنجليزي وقدر يتواصل معك. أنت إيش السبب اللي يخليك ما تتواصل معه؟ فما هو عذر، يعني في اي أكثر من طريقة تقدر تتجاوز الموضوع. لا فعلا، وتقدر زي ما ذكرت انه ترى في النهايه يعني تقدر تشوف اي واحد من اهلك من اصحابك الى اخره يعرف انجليزي ويحل لك الموضوع. صح. لو كان في مصطلحات معينه تخصصيه وما قدرت تفهمها، في مكاتب ترجمه، في مترجمين صحيح كثير جدا متخصصين في مجالات مختلفه تقدر توجه لهم صحيح. وترجم. يعني في النهايه انت راح تجيب منتج، لابد انك تعرف كل المواصفات تبع المنتج. لكن حسب تجربتي اللي انا جربتها تقريبا مرتين او 3 مرات، واستوردت عفوا منتجات من الصين،
ما وجدت هذه الصعوبة. تواصلت معاهم إما من خلال مترجم جوجل أو مترجم اللي داخل المنصة، وتكلم معاهم عربي ويكتب لهم إنجليزي أو صيني، على أساس إنه أسوي كشخة قدامهم إني عارف الوضع. فهمت كيف؟ ومشت ممتاز. الأمور، وبالعكس كانت تجربة سلسة جدا صراحة يعني. ممتاز. طيب ممتاز. طيب أنا الآن فتحت المتجر، لقيت المنتج، مهم. طلبت المنتج. مهم. هل حقدر أبيع مباشرة، أو في أمور مفروض أسويها؟ هل في مستندات معينة مفروض أبدأ فيها؟ خلينا نتكلم بشكل خاص في المملكة العربية السعودية يعني. هل في شيء معين المفروض أنا أسويه عشان أكون ماشي قانونيا، ولا أقدر أفتح متجر إلكتروني مباشرة بدون أي شيء يعني؟ مهم. في السعودية عندنا حل سحري صراحة، وأعتقد والله أعلم أنه هذا الحل، أو لما أوجد هذا الحل، هو أحد أبرز الأسباب اللي ساهمت في انتشار التجارة الإلكترونية وتوسع رقعتها، وأيضا عدد المتاجر الإلكترونية، وفي النهاية الإجمالي المبيعات اللي في النهاية تصب في مصلحة الوطن وتصب في مصلحة البلد والاقتصاد، اللي هي الوثيقة العمل الحر. تمام. ممتاز. قامت هذه الوثيقة اللي هي العمل الحر تقريبا إن صح التعبير بمقام اللي هو السجل سجل التجاري. التجاري. عدا في بعض النقاط لا لابد أن يكون عندك سجل تجاري. في السابق أساس تفتح حساب أعمال أو حساب بنكي أعمال أو باسم مؤسسة أو شيء من هذا القبيل لابد يكون عندك سجل تجاري. الآن من خلال وثيقة العمل الحر تقدر تفتح حساب تجاري ويكون من خلال وثيقة العمل الحر. وعلى فكرة الحساب التجاري ما هو مطلب على اساس انك تدخل في التجاره الالكترونيه. تقدر مو لازم، مو تستقبل شرط. اي مو شرط، تقدر تستقبل حوالاتك على حسابك الشخصي. لكن البعض مثلا يكون عنده اللهم صل على محمد تحفظ او يخاف انه مثلا تجي له حوالات على حسابه الشخصي ويتجمد حسابه الشخصي بمساله مثلا خلينا نقول انه شبهه او وين مصادر الاموال هذه او شيء من هذا القبيل. وتقدر طبعا تثبتها من خلال منصات التجارة الإلكترونية الموجودة في السعودية والموثقة والمعروفة بكشوفات حسابات وإلى آخره. وتقدر تفتح لك حساب بنكي من خلال حساب أعمال من خلال اللي هي وثيقة العمل الحر. فوثيقة العمل الحر صراحة يعني سحر، سهلت كثير من الأشياء، أعطت موثوقية للمتاجر وأعطت موثوقية حتى للأشخاص المستقلين مقدمين الخدمات الفريلانسر وغيرهم. أنه أحيانا أو أنا كشخص مروان فريلانسر أقدم خدمات، يجيني شخص يقول لي أنه طيب أنا بحول لك بس يعني ما أعرف أنت مين، إيش موضوعك، أو فاهم كيف، خصوصا مع كثرة متخوف. عمليات الاحتيال والنصب إلى آخره. اي فترسل له وثيقة العمل الحر. وثيقة العمل الحر فيها اسمك، فيها رقم الهوية، فيها بيانات. من خلال هذه البيانات لو قدرت او عفوا لو حاولت انت تنصب عليه او نصبت عليه، بيقدر يتوجه الى الجهات المعنية ويقدم فيك شكوى، وعاد هم يتخذون الإجراء. فخلاص تعطي موثوقية. والأمانة جربتها مع بعض العملاء. بعض الخدمات اللي كنت أقدمها ما كنت أقدمها من خلال المتاجر، فكنت أقدمها بشكل شخصي. طيب كيف أوثق فيك؟ كيف أحول لك؟ طيب تفضل هذه وثيقة العمل الحر، ولما تحول لي حط في بيانات الحوالة أني أنا مقدم خدمة وقدمت لك هذه الخدمة الفلانية إلى آخر، على أساس أنه الكل اليوم بسبب الوعي يحرص أنه يتجنب المشاكل أو الدخول في مشاكل قانونية. فوثيقة العمل الحر بمثابة السحر صراحة. طيب هل تحتاج وقت معين انه اطلعها؟ هل تحتاج انه اخذ شهادات تدريب، اطلع شيء معين عشان اقدر اطلع وثيقة العمل الحر، ولا الموضوع جدا سلس؟ الموضوع جدا سلس، حتى وإن كان يتطلب بعض الدورات أو بعض الشهادات في بعض التخصصات اللي هي أو بعض الخدمات التخصصية مثل التسويق وغيرها. بعض الخدمات تحتاج أنه يكون عندك إثبات اللي أنه أنت يعني صح التعبير عندك خبرة ومعرفة أو تخصص في هذا المجال، ولا كيف أنت جاي تقدم هذه الخدمة. البعض يقدر أنه أيضا يستعين بمنصات اللي هي تقدم دورات وشهادات بشكل مجاني مثل
الدروب وغيرها لقطاعات الحكومية، يقدر ياخذ دورات بشكل مجاني متخصصة في مجال معين حاب هو يقدم خدمات فيه، ثم يرفقها في موقع اللي هو تبع شهادة العمل الحر أو وثيقة العمل الحر، على أساس أنه يصدر له وثيقة العمل الحر في بعض الخدمات التخصصية سهلة مجانية ما تستدعي. والغريب اللي أنا شفته أنه كثير من الأشخاص يتوجه إلى أشخاص ثانيين يقدمون له خدمة أنه نستخرج لك وثيقة العمل الحر. ترى أنت مو محتاج تدفع ريال واحد على أساس يجي شخص يستخرج لك وثيقة العمل الحر. تقدر تتوجه للموقع وتطلعها في بضع خطوات بسيطة جدا، وأعتقد أنه في يوم أو أقل من يوم، والله ماني متذكر، تقدر تطلعها وتكون موجودة عندك. فالعملية جدا جدا سهلة. صحيح صحيح. طيب بالنسبة بتكلم صراحة شوية عن موضوع الهوية البصرية واسم المتجر. أنا صراحة يعني شايف إنه برضو من الأشياء اللي ماخذة أكثر من حقها موضوع اختيار اسم المتجر. تلاقي في أشخاص كثير يقول لك مو عارف إيش يختار اسم المتجر. فأنا صراحة من رأيي الشخصي أشوف مو المهم الاسم حق المتجر، بحيث ما هو أهم الهوية البصرية، اللوجو، كيف إنك تخلي عندك هوية بصرية أو موقع إلكتروني لما يدخل عميل يطلب منك الألوان مترتبة، كل شيء واضح، يحس العميل إنه في ثقة، ما هو داخل موقع كذا يحس يخاف أو شبه. فإيش رأيك في موضوع الهوية البصرية؟ الهوية البصرية مهمة صراحة، ومهمة بشكل كبير جدا، لكن البعض يغالي فيها، وأنا أعتقد أنه المغالاة فيها أو أنه مبالغة فيها يعني ما أشوف أنه لها داعي. مثلا على سبيل المثال لو ناخذ أكبر شركة اليوم في العالم اللي هي أبل، يعني خلينا نقيس اسمها بالعربي. ترى بالعربي يعني في النهاية، أحس إنه معلومة تافهة وسخيفة، تفاح. لكن ترى في النهاية تفاح. اوكي، هذا اسم يعني البراند، تمام. اقدر اختار اي اسم، ما هو قصة يعني انه اطول في الاسم لا، الاسم وحتى الهوية البصرية في النهاية انت اللي تضيف لها القيمة، مو صحيح هي تضيف لك قيمة كمنشأة أو صحيح. كشركة. اليوم مثلا أبل لما تلقى في وقت من الأوقات، لو تذكر يمكن قبل 5-6 سنوات أو أكثر، تلقى الأشخاص يفرحون بالستيكر الموجود في الكرتون تبع أبل، ستيكر التفاحة اللي ما زال لليوم موجود، تمام. حطوه في السيارة ويحطه ويعلقه اي يحطه في سيارة وماني عارف ايش. لكن في النهاية الشعار هذا ترى ما له قيمة. أبل اللي أضافت القيمة لهذا الشعار. صح. على سبيل المثال، وأنا شخص شوية عندي اهتمامات في التقنية، مثلا الإصدارات الأندرويد أو السوفت وير أو الفريم وير تبع أندرويد، ترى كان لمدى السنوات يسمى بأسماء يعني غريبة. أندرويد كيت كات، أندرويد خبز الزنجبيل، أندرويد أعتقد فانيلا، مارشميلو، ماني عارف إيش إلى آخره. وأساسا كانت الأسماء تتم من خلال زي المنافسة أو المسابقة، كل شخص يقترح اسم ويحط الاسم. فمسألة الاسم هي يعني أنت اللي تضيف له. حتى البراند أو عفوا حتى الهوية البصرية، اللوجو والشعار إلى آخره، ترى أنت كمنشأة بتقدر تحط فلسفتك داخل الشعار من خلال الألوان والرسم إلى آخره. بس إذا أنت حطيت كل فلسفتك في الشعار والهوية البصرية إلى آخره، بس أنت ما قاعد تمارسها في سلوكك كمنشأة أو كمتجر أو كمؤسسة، ده ما لها قيمة. ايش تسوي فيها؟ صح. انت حطيت الوان احمر واخضر وقلت لي انه اللون الاحمر يعني السعاده والاخضر يعني الانتماء او النماء او ماني عارف ايش، وشرحت لي في موقع تبعكم يمكن قصه 20 سطر عن كيف اخترتوا الهويه البصريه الى اخره. اذا ما كانت الهويه البصريه انت تعكسها كممارسات داخل المنشاه بشكل عام، ترى حتى مش بس المتاجر الالكترونيه، ما لها قيمه. وجودها حلوة وشكل جميل، أوكي، جيد جيد جدا، يعطي ثقة، يعطي يعني خلينا نقول موثوقية. لكن لو كان الأجدر بك أنك تهتم بالجودة، اهتم بالجودة أكثر من اهتمامك بالهوية البصرية أو اللوجو والهوية البصرية تتغير بتغيرات كثيرة، من ضمنها تجديد التوجهات أو تغيير التوجهات لمتجرك أو مؤسستك التجارية. فاللوجو ما يبقى طول العمر أو ما يبقى للأبد. حتى الاسم، وعندنا تجربة في السعودية مرة مميزة أو جميلة ونقدر ناخذها كمثال. حتى الاسم
مو بالضرورة أنه ترى تبقى نفس الاسم. الاتصالات السعودية كانت تظهر بهذا الاسم، أنه باسم الاتصالات السعودية. اليوم ما سوا. تظهر بهويتها أنه تقول مم. أنا الاتصالات السعودية، أي اليوم تقول لك أنا STC. تمام. صحيح. فغيرت الاسم رغم أنه الاسم كان ممتد لعشرات السنوات، غيرت الاسم وغيرت الهوية البصرية وإلى آخره. فاهتم بها أو اهتم فيها بالقدر هي اللي أكبر من قيمة. تستحقه الهوية البصرية. صحيح بالضبط، صحيح. لأنه أنت برضو تقدر تغيرها في أي وقت يعني. صحيح. برضو صراحة بتكلم عن موضوع جدية الموضوع. يعني أنت إذا بتفتح متجر إلكتروني تروح تحط رجل على رجل وتقول لي خلاص أنا بجيب مسوق أو بجيب واحد يكون حق خدمة عملاء وبجيب، ما هي فايدة. يعني الموضوع ما هو سهل. ولا ايش رايك بالموضوع؟ ما هو سهل الموضوع، إنه ما مهم. هو سهل وما هو صعب، بس يبغى اجتهاد. مهم. انا شايف انه الموضوع كذا صراحة، انه خصوصا آه. اول سنة انت لازم تجتهد. اغلب الصراحة اللي قاعد نشوفه انه الواحد بيقول لك خلاص انا جبت فتحت متجر الكتروني وطلبت منتجات، الموضوع ما ضبط معي. لو تيجي تراجع تلاقيه اول حاجة الصفحات اللي في مواقع التواصل الاجتماعي ما ينزل بوستات، ما في تواصل مع العملاء، كل شيء يعطيه للفريلانسر، ما يبغى يتعب. فأبغاك توجه رسالة للأشخاص اللي بنفس الطريقة اللي تكلمت عنها هذه. مهم. ممتاز. شوف، مسألة أنه هو يعطي أشخاص فريلانسر أو يوكل إليهم مهام معينة أو شيء من هذا القبيل، بالعكس أنا أشوف أنه مم. إيجابية ما هي سلبية. ليش؟ لأنه يخفف من الضغط والمسؤوليات اللي عنده. مم. ما يقدر شخص يسوي كل شيء، بس فمن لازم يكون الجيد أنه لك شيء أصلا يكون معين، عندك. لازم شيء يعني طبعا شيء معين يسويه، ما يجلس تارك كل حاجة. أكيد لازم بعض المهام يوزعها، ولكن لازم هو في حد ذاته يكون متخصص بشيء إذا معين. إذا هو صاحب المتجر ما عنده معرفة مم. ولا يعرف شيء، فيحتاج أنه أصلا يوظف أيضا مدير مم. شخص يعرف يتعامل مع الفريق أو الفرق اللي هو حاطها على أساس يدير هذه العملية، على أساس يعرف لأن الخطأ من الصواب من الصح إلى آخره. كبداية الآن في بيكون بعض الموضوع المنشآت موضوع الكبيرة شوية صعب. يعني كبداية مثلا واحد إذا- مثلا طالب في الجامعة أو لسه تو ما عنده الميزانية إنه مهم. يوظف. أنت هي أنا أتوقع خيار من الاثنين، يا إنك توظف، وإذا توظف تكون ميزانيتك عالية، أو إذا ما عندك ميزانية عالية تتحمل وتتعب بنفسك لين الموضوع يكبر معك. فنحن اللي قاعد نشوف إنه الواحد ميزانيته بالضبط. منخفضة ويبغى يوظف، مهم. أو ميزانيته منخفضة ويبغى يريح. فهمت علي؟ أي ف أي فاهمك. هو معلش على المقاطعة، قاطعتك أكثر من مرة، لا خذ راحتك. لكن هو يا طويل العمر الآن أنا بفتح متجر مثلا، حلو، متجر في بداياتي. أنت مو محتاج أنه يكون عندك 1000 شخص يدير المتجر. كم عندك صحيح. طلب في اليوم أصلا؟ تمام. يعني إلى 15-20 طلب في اليوم ترى تقدر تسويها لحالك. تمام. طيب خلينا نقول مثلا على سبيل المثال، على سبيل الحصر، في حلول طبعا موجودة، حلول تقنية وحلول شحن وحلول لوجستية تحل لك المسألة هذه وتخليها من الماضي. تخيل اليوم الآن تفتح متجر على منصة سلة أو زد، تمام، ومو بالضروري يكون هذه على هذه المنصات، لكن أنا أخذها كمثال. تمام. المنتجات ما تخزنها عندك، تمام، ولا أنت تشحنها، تمام، ولا أنت تغلفها، ولا أنت تحط الباركود تبعها. كل هذا شركة تقدم لك كل هذه الخدمات، تمام، وأنت تأتمت العملية من عندك بحيث أنه يتغير حالة الطلب للعميل، تمام، مباشرة إذا دفع على حسب وسيلة الدفع إلى آخر. بمعنى أنه أنا أهتم بالرد على العملاء وأهتم بالمسائل التسويقية، ومنتجاتي مخزنة في أحد الشركات اللوجستية. مجرد ما يجي طلب عندي ينرسل لهم، هم يقومون بتغليف هذا الطلب وإرساله للعميل، والعميل يستلمه وأنا جالس في البيت. ممتاز. بهذه البساطة يعني. اعتقد انه هذه الفكره او هذا الوضع اللي احنا وصلنا له، لو تتكلم قبل يمكن 10 سنوات هذا خيال. يعني كيف انه انا قاعد ابيع منتجات، تمام، شركه قاعده تخزنها لي، شركه قاعده تحط الباركود، شركه قاعده تغلفها، يعني صراحه واو. تمام. ف وكثير على فكره من المتاجر الكبيره تعتمد على هذه الحلول اللوجستيه. بدال ما انا اوظف عندي في الستور او في المستودع 20 موظف 25 موظف عشان يستقبلوا الطلبات وماني عارف ايش وتعال وروح وجيب ومستودع ومدري وش واشتراطات الى اخر، لا حبيبي، ما ابي انا احط المنتجات عندي.
انا منتجات اسلمها لشركه لوجستيه. بعض الشركات اللوجستيه برضو اساسا نوسع في النطاق هذه المعلومه، انه يكون عندها هي الشركه هذه كهب، بمعنى انه هي ما تتعامل اصلا مع شركه شحن واحده، تحول لك لعده شركات على حسب طلبات العميل او على حسب الشركات المتوفره عندهم، فهم يغلفون ويجهزون ويحولون الشحنه مثلا على ارامكس، على دي اتش ال، على سمسا، على من يعرف ايش، زاجل الى اخره. فلهذا الحد من الخيارات، فانت ركز كصاحب متجر في مساله التواصل مع العملاء والتواصل الجيد، لانه انت بتلقى اكيد انواع واشكال والوان من العملاء، لابد ان يكون عندك صبر على مساله التواصل مع العملاء. والتواصل خلينا نقول ان صح التعبير، التواصل من خلال المحتوى او من صناعه المحتوى الموجود في السوشيال ميديا، اساس الناس تشوفك، اساس الناس تشوف انه لك حضور. انا ما اقدر اجي اطلب من متجر مثلا، او يعني ممكن اشك في المساله، اجي اطلب منه او اشوفها في اعلان ممول من خلال منصات التواصل الاجتماعي، لكن لما ادخل في السوشيال ميديا مثلا والقاه حاط في المتجر، حاط انه عنده حساب في تويتر وعنده في انستغرام وعنده في تيك توك، طيب وادخل نشر صوره صورتين، فاضي ما يعطي في شيء. انطباع غير جيد. اذا انت صحيح. اذا انت مش قادر انك تدير كل المنصات، ترى مش بالضروري، وهذه النقطه لازم الكل يفهمها، ترى انت مش بالضروري تكون موجود في تويتر وانستغرام وتيك توك. اذا كنت تقدر انك تكون موجود في انستغرام وحضورك جيد وممتاز جدا، ترى خلاص كفايه، مو بالضروري تكون موجود في كل مكان. انت تكون موجود في صحيح. مكان واحد بصوره جيده ولائقه، هذا كافي. صحيح. افضل صحيح. من انك تقول عندي حساب انستغرام تويتر مدري ايش، وفي النهايه ولا يكون شيء. ما في شيء. صحيح بالضبط. طيب اي بالنسبة بالضبط، اي. لشخص بيشاهد هذه الحلقة الحين في 2023، وأنا ما أدري صراحة، مهم. ماني متأكد من المعلومة، لكن تقريبا المتاجر الإلكترونية لها أكثر من ممكن 5 أو 4 سنوات، ماني متأكد من المعلومة. هل إنه تشوف باقي في أمل، أو في باقي، هل باقي يعني شخص ممكن مع كثرة المتاجر الإلكترونية، هل باقي ممكن يقدر ينافس، يقدر يدخل في الخط ويفتح متجر إلكتروني ويترزق الله ويربح، ولا تلاقي إنه الموضوع صار أشبه بالمستحيل أو الصعب؟ هل تلاقي إنه باقي مستقبل التجارة الإلكترونية أو المتاجر الإلكترونية آه، موجود وفي أمل إنه الواحد يقدر يدخل، ولا إيش رأيك في الموضوع؟ شوف، أنا صراحة ما عندي أرقام أو اطلاع بشكل عميق جدا لهذه المسألة، لكن ما زال في متسع كبير جدا، وما زال في خدمات وقطاعات تحتاج أنه تدخل فيها التجارة الإلكترونية مم. وتتطور في مجالات كثيرة جدا. مم. على سبيل المثال، وهذا ممكن يكون غريب نوعا ما، وما أعرف صراحة إذا كان ينطبق عليه من ضمن مسألة التجارة الإلكترونية أو لا، لكن هي تجربة قد نقيس عليها بعض الأمثلة. مم. مثلا الحلاقة الرجالية أو شيء من هذا القبيل، هذا قطاع مم. ما زال في السعودية ما تغير ولا تطور ولا صار في أي حاجة. فشوف إيش الحلول اللي أنت ممكن تقدمها في هذا القطاع وترفع من جودة ممتاز، هذا أحسنت، القطاع، صح. أو تغير أصلا في مم. سلوك هذا القطاع. في الرياض فيه بعض الحلاقين او اماكن الحلاقه الرجاليه او شيء تغيرت وصارت بنمط مختلف صراحه، بشكل جدا جميل. ما نعرف هذه التطور او الخطوه الاولى، ما نعرف في المستقبل كيف بتكون او وين بتتغير او وين بتروح. ولاحظنا او شفنا مثلا على سبيل المثال، هذا طبعا مش كل شيء، انه في مثلا مساله اعتقد كورونا او شيء، انه بشكل مش قانوني، لكن صار الحلاقين انه يجون في البيت، من انت تحلق في البيت او شيء من مم. هذا القبيل. فشوف يعني المجالات اللي اذا انت عندك نظره مستقبليه او حاب انك تبدا تجاره بشكل مطول، شوف المجالات اللي ما تغيرت او تحتاج انه تدخل فيها التجاره الالكترونيه. ما هو شرط انك تبيع منتج، زي ما ذكرنا، ممكن منتج، ممكن خدمه، ممكن تطبيق، ممكن اي شيء من هذا بس حيقدر القبيل. ينافس؟ انت تشوف انه باقي لسه في، يعني حيقدر لو لقى الشيء المناسب، هل في متسع انه يقدر ينافس مع كثرة المتاجر، ولا الموضوع صار صعب؟ لا يقدر ينافس، لانه اساسا حتى الان في ظل المنافسه في الموجوده طلب عالي في والمحتدمه السوق. وال... ايه، في طلب عالي في السوق. مم. غير كذا انه ترى في كثير من المتاجر زي ما هي قاعده تدخل، في متاجر كثير قاعده تطلع من السوق قاعدة تطلع، لعده صحيح. اسباب يعني. ايه، فانت مو كل المتاجر قد ما ناجحة. ناس قاعده تدخل
بالضبط، مو كل المتاجر ناجحة. فأنت زي ما احنا ذكرنا في البداية، نافس أو خلي جانب المنافسة على مسألة القيمة المضافة، حتى وإن كان المنتج موجود. تقدر تبتكر منتج، تقدر تشوف منتج موجود اليوم وتطوره، وتكون لك السبق في المسألة هذه، وتحقق منه أرباح طائلة ومهولة صراحة، لحد ما يقدر شخص ثاني ممكن يطور منتج مشابه لمنتجك أو منافس لمنتجك. أنا عجبتني صراحة نقطة الحلاقة هذه، ويعني رجعتنا للنقطة الأولى في اختيار المنتج. يعني أنت بكلامك هذا تقصد إنه نشوف شيء تقليدي، أنا ما ببتكر شيء، أشوف على قولتك شيء موجود عندنا ما تطور وأبدأ أطور فيه. هذا بيختصر لي الوقت، إنه بدل ما أروح أجيب منتج أو أجيب سلعة، لا أشوف يعني زي ما تفضلت. يعني صراحة فكرة جدا ممتازة. أشوف شيء موجود كموضوع الحلاقة الإلكترونية وأبدأ أضيف ميزة أيا كان. أضيف ميزة مثلا بالضبط. تطبيق يجي يحلق لك في البيت، مثلا توفر بعض الأجهزة للحلاق أيا كان. أهم شيء إنك أنت بدل ما تروح الواحد مثلا يقول والله ما في أفكار ما في، لا شوف الشيء اللي موجود له مثلا 20 سنة 30 سنة ما تغير وابدأ طور فيه. فصراحة عجبتني صراحة النقطة. إيه لا شوف، اللي طول العمر حتى مسألة تطبيقات التوصيل ترى مثلا الموجودة في السوق كلها ترى ما جابت حاجة جديدة صحيح. بمعنى أنها اختلقت شيء من العدم. هي حلت مشكلة فقط. ايش مم. كانت المشكله؟ اغلب المطاعم كان عندهم توصيل، لكن التوصيل ما يقدر يغطي الطلب، تأخير. وعشان ما يقدر يغطي الطلب ففي تاخير. طيب كيف مم. نسوي؟ نجيب سيارات؟ لا، السيارات لما بنجيبها ونشتريها فيها تكاليف وفيها صيانه وفيها تامين وفيها سوالف كثيره. طيب ايش مم. الحل اللي نقدر حنا نربح بدون ما نتحمل تكاليف السيارات هذه والى اخره؟ كتكلفه واصول عندنا تكون ضخمه ومهوله كبيره جدا. اوكي، مم. نجيب شخص نعطيه فلوس يوصل الطلب وخلاص، شكرا، انتهت. فانا جبت شخص خليته يشاركني في الربح مقابل انه انا استخدم الاصل حقه اللي هي السياره تبعه ووصل الطلب. هي حلت مشكله، ما جابت شيء جديد اطلاقا. البعض يفكر انه مثلا هذه التطبيقات انه خلقت من العدم. ما خلقت من العدم. توصيل صحيح. المطاعم موجود من سنوات ونعرفه، ونعرف انه في كثير من المطاعم عندها اساطيل توصل واو الى اخره. بس انه ما كانت تغطي الطلب، ما كانت تقدر تغطي الطلب خصوصا في المناسبات، في الاعياد، في رمضان، ماني عارف ايش الى اخره. مم. الاشخاص اللي اهتموا في مجال هذه التوصيل او خدمات او عفوا تطبيقات التوصيل، شافوا ايش الحل، شافوا ايش المشكله، وايش الفرص اللي عندهم في هذا المجال، وانطلقوا من خلال هذه الارضيه ممتاز. يعني. ممتاز. طيب بالنسبة لموضوع التقليد، هل أنت ضد أو مع التقليد كبداية؟ شوف بين قوسين نقولها كبداية. يعني أنا كشخص كتاجر مهم. تقليد من اي بادي، ناحيه؟ تقليد مثلا مهم. كمثلا شفت لي متجر إلكتروني شكله مرتب، أخذت مثلا لون معين، ما سرقت كامل، أخذت لون معين مثلا. شفت إعلان مثلا في السوق حاولت أقلده. فهل أنت مع التقليد؟ مو التقليد 100%، تقليد بنسبة بسيطة طبعا، أو مع إنه الواحد لازم مهم. يبتكر شيء من البداية؟ طبعا دائما أنا ما أدري، لكن أحس مهم. إنه حتى في موضوع التعليم، أنت لما تبي تتعلم أي مهنة أيا كانت، تروح وتتعلم من شخص معين في البداية، بتقلده شوي 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 لين ما بعدين خلاص تمسك الخط. فهل الكلام هذا برضو ينطبق في التجارة الإلكترونية؟ هل مفترض إنه أشوف شخص وأقلد منه، ولا لا لازم ابتكر شيء من عندي، لازم اخترع شيء من عندي؟ فايش رايك في الموضوع؟ شوف، في مسألة التقليد أحس إنه في ناس متطرفة في مسألة إنه فلان قلد فلان أو شيء من هذا القبيل، وفي مسألة نقد مسألة التقليد. ما أدري إن صح التعبير، ممكن هذا تعريف يعني، أو لو قلت هذه الجملة تكون شوية متطرفة، لكن م- أنا أحس إنه ينطبق على مسألة الابتكار ما ينطبق على مسألة المادة، إن هي لا م- تفنى ولا توجد من العدم. م- تمام. م- فمسألة الابتكار، أنت ما في شخص اليوم من خلقة الدنيا جاب شيء من العدم. هي صحيح. أفكار طورها، ركب عليها أفكار، طور فكره الفكرة، مع فكره. ابتكر، بالضبط. ركب مع فكرة. أيوة، يعني صار تلاقح بين أفكار، م- بين فكرتين، بين ثلاث، بين أربع م- أفكار، وطلعت الفكرة اللي أنت شفتها. أوه، قلت أوه واو، جديدة هذه. لا، مو جديدة. م- هو م- فكر
جديدة، نعم جديدة بشكلها الحالي، لكن لها أسس موجودة. فمسألة التقليد أو شيء من هذا القبيل أنا يعني ماني ضدها بشكل متطرف. صحيح، قلد خصوصا في بأسلوبك البدايات. بطريقتك، أضف أفكارك وأضف قيمك. كل الموجودين يقلدون بعض، لكن مش يقلدون بمعنى أنه أنا أروح أستنسخ طبق الأصل، لا، أخذ الفكرة، أشوف كيف ممكن أنا أهيئها أو أطورها أو أحسنها أساس تناسبني، تمام، وأضبطها وأضيف من عندي إضافات أو قيم أو شغلات معينة بحيث أنها تناسب هويتي أو ظهوري، وأطبقها بكل بساطة يعني. ممتاز. طيب أنا مثلا الحين الأمر سهل بالنسبة لي. ممتاز. طيب مثلا أنا الحين كمبتدئ مثلا في التجارة الإلكترونية، أبغى أتعلم، طبعا لازم يكون في معرفة. يعني خلينا نتفق على شيء، أنا ما أقدر أبدأ متجر إلكتروني أو يعني كان إلا يكون عندي معرفة، صحيح؟ أو حتى معرفة تكون صحيح. بدائية. فوين أقدر ممكن أشوف المعرفة هذا؟ وين أقدر ممكن أتعلم الأساسيات؟ كيف إنه أفتح متجر إلكتروني، كيف أقدر أسوق، كيف أطلب المنتجات. نحن ممكن اتطرقنا لأغلب هذه المواضيع بشكل شفهي، لكن التطبيق العملي هل لازم واجب علي إنه أشترك في دورات، أو مثلا أتوجه لليوتيوب وأشوف بعض المقاطع من هنا ومقاطع من هنا ومقاطع من هنا، أو أتوجه للمحتوى الأجنبي؟ فإيش رأيك في النقطة دي؟ من وين أقدر أجيب المعلومة الصحيحة اللي ما تضللني وفي نفس الوقت تكون مبسطة وسهلة على المتلقي يعني؟ شوف، مسألة التعليم أو التعلم الذاتي، تمام، في عدة طرق. أنت ذكرت الطرق المتاحة الموجودة، لكن أنت سؤالك كان وين أهم أو أفضل طريقة للتعلم الذاتي اللي من خلالها أنا أقدر أتعلم بشكل جيد. اليوتيوب مثلا، أو دورات عند أحد الأشخاص ومقدمين دورات، أو مثلا أنت ذكرت أنه المحتوى الأجنبي إلى آخره. راح جميع أتكلم عن الخيارات كل يعني نقطة ممكنة، ما مو لازم إيه، أحصر نفسي لكن بشكل أنا راح معين. هل لازم بالضبط، أحصر لكن نفسي بشكل معين يعني أو لا انت حر مو كل بالضبط، الخيارات ممكنة؟ ما في خيار. اي، ما في خيار صح ولا في خيار خطأ، لكن في أحسنت، صحيح. فروقات بين انك تروح هنا وتروح هناك وتروح هناك، تمام. مم. في ناس يعتقد، هذه بس كتوضيح، انه يعتقد انه مثلا المحتوى الاجنبي هو افضل محتوى. هو افضل صح، بس ترى ما يعني انه مره سليم وما لا يشوبه شائب او شيء من هذا القبيل. مم. المحتوى الاجنبي فيه الجيد وفيه السيء، فهذه خذها بالاعتبار. لكن مم. غالبا هو افضل من او اكثر غزاره او اكثر تنوع من المحتوى صحيح. العربي في الانترنت، وهذه نقطه خالصين منها بالارقام، مم. تمام. مسألة أنه أنا أتعلم مثلا من خلال اليوتيوب أو أتعلم من خلال دورات مقدمها أي شخص ثاني، في فرق مرة جوهري. الدورة أنت لما تيجي تتعلم فيها أو تروح تاخذ أو تشترك في دورة عند شخص معين، الفرق بينها وبين أنك تتعلم من اليوتيوب، غير انه مدفوع او مجاني، انه الشخص اللي قاعد يقدم لك الدوره راح يجيبها لك بشكل متسلسل، مرتب. تبع الخطوات اللي انت تتبعها، ايوه، مرتبه بشكل متسلسل، مم. تمام. أحسنت، في صح. اليوتيوب قد لا يكون هذا الشخص، اي، او قد لا يكون هذا الشيء موجود، فانت تتعلم من قناه مروان مثلا مساله مثلا التسويق، تروح تتعلم من قناه عبد الرحمن مساله مثلا الحصول على منتج جيد الى اخره، مش متسلسله بالخطوات هذه. وهذه النقطه احيانا تخليك انك تحتاج وقت اطول. كل الخيارات متاحه، كل الخيارات جيده بالنسبه لي، بالنسبه لتجربتي، وبالنسبه لي اللي تعلمت منها مهارات كثيره. اختيارك يعتمد على احتياجك، يعتمد على قدرتك، على ميزانيتك. احتياجك هو اللي يحدد انت وين تروح. ما في شيء صح، ما في شيء خطأ. طيب بالنسبة للتسويق، إيش هو تعريفك للتسويق؟ هل التسويق هو حملة إعلانية أنا بطلقها وبوقف على كذا وراقب وحلل الحملة وأشوف النتائج اللي بتجيني، ولا التسويق له فروع كثيرة وله مجالات كثيرة ف إيش التسويق في نظرك؟ مهم. طبعا كثير من الأشخاص اللي يبدون في التجارة الإلكترونية، وممكن أنا كنت في وقت من الأوقات منهم، أنه أعتقد أو أتصور أنه مسألة التسويق هي حصرا في مسألة إطلاق الحملات الإعلانية. الحملات الإعلانية معناتها أو اسمها من اسمها حملات إعلانية، فهي إعلان. الإعلان هو جزء
من عملية التسويق، اللي عملية التسويق أكبر بكثير من مسألة أنه نحصرها في إعلان. مسألة التسويق أكبر بكثير، أحد فروعها أو أحد أجزائها أو مراحلها هو عملية إطلاق الحملات الإعلانية أو الإعلانات، سواء كانت من السوشيال ميديا أو إعلانات تقليدية أو شيء من هذا القبيل. فمسألة التسويق لا، أكبر من هذا الشيء بكثير يعني. ممتاز. طيب أنا كمثلا شخص تو بادئ في التجارة الإلكترونية أو في المتاجر الإلكترونية، هل لابد أنه أروح أطلق حملة إعلانية مباشرة سواء عن طريق السناب شات أو التيك توك أو الانستغرام، أو لابد أني أروح عند المشاهير؟ هل لازم أنه أروح لهذا، أو في نفس الوقت هل لازم نروح، هل أنحصر بفئة معينة، ولا الموضوع له حسابات معينة وله طريقة معينة؟ طيب شوف، مسألة التسويق زي ما قلت لك، إنه مسألة التسويق عملية كبيرة جدا، ويعني خلينا نقول متسلسلة أو متشعبة، أو يعني تمشي بمراحل معينة، لكل مرحلة معينة احتياج معين أو تفاصيل أنت تقوم بها على أساس تتمم هذه العملية أو المرحلة. فمسألة مثلا أنا على سبيل المثال، أنا اليوم توني بادئ متجر جديد وحاب إني أبدأ وأعلم الناس في المتجر إنه ترى متجري موجود، قاعد أبيع الخدمات كذا، أو أقدم الخدمات كذا، أو أبيع المنتجات الفلانية. تمام. العملية التسويقية زي ما ذكرنا هي أكبر من مسألة إعلان أو حملة ممولة. فأنت قبل لا تبدأ شوف إيش الأهداف اللي أنت تبي توصلها من خلال هذه العملية التسويقية. هل أنت تبي تجيب عمليات بيع، أو أنت اليوم لا تبي تعرف الناس أنه أنت موجود وعندك هذه الخدمات إلى آخره، ثم تقدر تبيع. تحديد الهدف هو اللي تقدر يعني تبني عليه الخطة التسويقية. يعني الحملات الإعلانية مو بس للمبيعات، يعني في أكثر من فائدة في موضوع الحملات الإعلانية. يعني مو بالضرورة بس إنه بسوي حملة إعلانية عشان أبيع. صحيح؟ لا لا لا، طبعا صح. ممتاز. الحملة الإعلانية في كل المنصات، مثلا إذا تبي نتكلم عن حملة إعلانية في كل المنصات الموجودة في السوشيال ميديا، سواء سناب شات، تيك توك، فيسبوك اللي هي ضمن فيسبوك وإنستغرام إلى آخره، وتويتر إلى آخر، في عدة أهداف للحملات الإعلانية. في مثلا على سبيل المثال، وما هو على سبيل الحصر، في منصة تويتر على سبيل المثال في هدف غريب، ممكن يكون غريب للناس، انه في هدف من اهداف الحملة انك تجيب متابعين لحسابك، وتقدر تحدد المتابعين من أي حسابات مشابهة لحسابك أو اهتماماتهم إلى آخر، على أساس أنه على سبيل المثال تنمي جمهورك الموجود أو متابعينك الموجودين في حسابك في تويتر. لكل حملة أهداف، لكن العملية التسويقية ما هي محصورة في إطلاق الحملات. ضروري جدا يفهم كل شخص حاب يبدأ تجارة إلكترونية أنه عملية التسويق أكبر من مسألة إطلاق حملة. خلينا نوسعها شوي أو نتوسع فيها شوي. اليوم المنتج تبعك، الخدمات اللي قاعد تقدمها، القيمة المضافة اللي قاعد تقدمها، هذه تعتبر تسويق إذا أنت قدمتها بشكل جيد. هذه وجودها أو التركيز فيها أو وضعها من ضمن الاستراتيجية التسويقية والخطة التسويقية، أنك تركز على هذه الخدمات كقيمة مضافة أساس تكون كقيمة تسويقية لك، هذه من ضمن عملية التسويق. تمام. فالإعلان مثلا أو الحملات الممولة هي جزء من التسويق. وجودك في وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى اللي أنت تقوم بصناعته في السوشيال ميديا، هذا أيضا تسويق. تواصلك مع الناس وحتى ردودك أو تفاعلك في التواصل الاجتماعي، أو حتى من خلال خدمة الواتساب وغيرها، أو في تلقي المكالمات، هذه تعتبر ضمن التسويق. على سبيل المثال، أنا اليوم رحت لمتجر سين وتواصلت معه وقابلني بخدمة عملاء سيئة، فما سوق للمتجر بالطريقة الجيدة. لكن في متجر ثاني رحت تواصلت معه وفهم احتياجي وعطاني الاحتياج اللي أنا أبيه وقدم لي الخدمة على أتم وجه، هذه تسويق. راح أجي أقول لك عبد الرحمن اليوم رحت المتجر سين وشريت منه 1 2 3 و4. وممكن لو تسألني عن خدمة مماثلة أو مشابهة أقول لك روح لفلان أو روح للمتجر الفلاني ولا تروح لغيره. تجربة مرة
رهيبة، مرة جميلة، مرة سلسة. فمسألة التسويق كبيرة جدا، من ضمنها خلينا ناخذها بالترتيب أو بتدرج. منتجك، القيمة المضافة في المنتج، خدمتك اللي تقدمها لعملائك، خدمة ما بعد البيع، هذه كلها أمور من ضمن استراتيجية أو خطة التسويق. أنت من ضمن الخطة اللي أنت لما توضعها تقول مثلا أنا كيف أقدر أسوق المتجر من خلال خدمة العملاء، إيش أقدم في خدمة العملاء على أساس يكون هذه الخدمة اللي تقدم للعملاء ضمن الأشياء اللي أنا أبيها تكون تسويقية أو قيمة مضافة للعملاء. تمام. الحملة الإعلانية هي ممكن تكون في بداية الموضوع أو بداية إطلاقك للمتجر بعد ما أنت تحط الخطط الموضوع للتسويق بأهداف متعددة. أهداف الحملات الإعلانية في منها هدف اللي هي الإشهار العلامة التجارية. فأنت تقول اليوم للمنصة اللي راح تعلن فيها أنه أنت مش بالضرورة أنك تحقق مبيعات اليوم، لكن بالضرورة أنه الناس تسمع بالعلامة التجارية أو متجرك أو خدمتك إلى آخر. تبي الناس يمر عليها الاسم، ثم بعدين تقدر تستهدفهم بحملات أخرى أو بطرق أخرى. لكن اليوم أنت الهدف منك أنه تعلم الناس عن هذه الخدمة. ممكن تكون خدمة جديدة، ممكن الناس تعرفك، لكن أنت تبي توصل للناس إنه ترى أضفنا هذه الخدمة الفلانية مثلا في المتجر، أو أضفنا المنتج الفلاني. فأنت تخبر الناس إنه هذا المنتج موجود أو الخدمة. في حملات الزيارات اللي أنت اليوم تبي زيارات للناس تدخل متجرك. إذا شروا خير وبركة، جيد، لكن إذا ما شروا أنا هدفي الأول والأساسي إنه الناس تدخل المتجر تبعي وتشوف الخدمات وتشوف المنتجات وتجرب المنتج أو المنظومة بشكل كامل. تبني علامة لو تجارية. كان عندك اي بالضبط، لو كان نشاطك مطعم او كافي او ورشة سيارات او ماني عارف ايش، في حملات تطلقها بهدف انه العملاء هذول او الاشخاص يجونك يزورونك في المكان. ممكن ما يشترون خدماتك، ممكن ما يجربون، لكن ممكن يشوفون المكان. مثلا ورشة سيارة، انا ممكن مو بالضرورة اجي واصلح سيارتي عندك، لكن بجي اشوف الورشة، بشوف يمكن نظيفة مو نظيفة، بشوف العمالة اللي عندك، بسألك بقول لك والله مثلا تكلفة صيانة سيارتي للمشكلة الفلانية كم. كل هذه إذا أنت حسبت حسابها وقدمتها بالطريقة الجيدة، ممكن أنه في النهاية تحصل على عميل شرى منك أو قدمت له الخدمة اللي هي مثلا صيانة السيارات. تمام. فأنت لابد تهتم بكل جوانب التسويق اللي هي في النهاية تتم من خلال المنظومة كاملة، من خلال تعاملك، من خلال تواصلك، من خلال السوشيال ميديا، من خلال صناعة محتوى جيد في السوشيال ميديا، وأيضا استخدام الحملات الممولة في وسائل التواصل الاجتماعي على حسب المنصة اللي أنت شايف أنها تناسبك أو تناسب نشاطك التجاري. ممتاز. بس ما جاوبتنا على السؤال الرئيسي، هل بنسوق عن طريق المشاهير أو عن طريق الحملات الممولة؟ إذا حنا نتكلم زي ما ذكرنا أنه عن كشخص مبتدئ أو الأشخاص، أشخاص مبتدئ وميزانيات محدودة إلى آخره. وترى أتكلم حتى ميزانيات محدودة حتى لو كان عندك رأس مال 200,000. لا تعتقد أنه لما أقول ميزانية محدودة أنه أنا أقول لك عن 10,000 أو 20 أو 50، لا، حتى يمكن 300 و 400,000. لا تبذر أو لا تستنزف الميزانية الخاصة بك أو رأس المال في الإعلان عند المشاهير. هل المشاهير سيئين؟ لا، مو مسألة أنه سيئين، ما أدري، ما أعرف، يعني ما أتكلم عن كل مشهور عنده فئة معينة من المتابعين وإلى آخره. المسألة أنه التخصيص والاستهداف إلى آخره في الإعلانات الممولة أكبر بكثير جدا من أنه أروح لمشهور معين. تمام. والوصول، سرعة الوصول أكبر من المشهور. لا، مش سرعة الوصول، خلينا نقول إن صح التعبير. المشهور إذا أنا باخذها في سناب شات مثلا، ترى الستوري تبعه بيبقى 24 ساعة بيختفي. لكن أنا بالمبلغ اللي راح أدفع للمشهور المعين هذا بقدر أسوي حملة تستمر ممكن لمدة شهر أو شهرين. تمام. بلس أنه هذا المشهور عنده مثلا 500,000 متابع أو 1,000,000 متابع. تمام. بس عنده متابعين صغار، عنده متابعين مش مهتمين في منتجي، عنده متابعين مثلا برا السعودية ممكن ما أقدر أقدم لهم خدمات إلى آخره. فما أقدر أنا أدفع فلوس اليوم أو مبلغ كبير لمشهور
ما اقدر اخصص صحيح. النقاط او التفاصيل هذه. بلس في مشاهير تمام تقدر تتواصل معهم بطريقه جيده وصريحين وواضحين انه ممكن يطلع لك الإحصائيات الموجودة لمتابعينا، اللي هي تحدد المواقع المتابعين، تحدد أعمار المتابعين وجنس المتابعين. لكن ممكن السواد الأعظم ما يسمح لك أنك تطلع على هذه التفاصيل، خوفا من أنه يعني يقل الإقبال عليه في الإعلانات أو شيء من هذا القبيل. لكن مجملا في البدايات لا تقرب من أي مشهور مهما كان حتى مبلغه، حتى لو كان المشاهير هذول أو البلوجر المدونين اللي على مستوى المدن، أسواق الدمام، أسواق الرياض، أسواق مني عارف إيش إلى آخر، لا تقرب من هذول الأشخاص. توجه إلى الإعلان من خلال السوشيال ميديا، من خلال الحملات الممولة. بتقدر تخصص حملتك، بتقدر تختبر الحملة، بتقدر تعمل اختبارات، بتقدر تسوي تفاصيل مرة كثيرة ما هي موجودة في الإعلان للمشهور. بلس الإعلان للمشهور تستخدمه متى؟ تستخدمه لما يكون عندك قدرة مالية كبيرة جدا، وعندك قدرة أنك تدفع 20 و50 و100 ألف، تمام، وما يهمك انك يعني ما يكون هدفك الاساسي انك تحصل عمليات بيع، بقدر ما يكون انه هدفك انه تشهر الاسم ويكون مذكور على يعني مذكور في لسان الناس. اليوم حنا قاعدين نصور هذه الحلقة وحنا قريب من رمضان، بتكون في حملات كبيرة وضخمة من الإعلانات من خلال المشاهير، تمام. بتلقى ممكن تصادف يوم تشوف 5 أو 6 من المشاهير اللي أنت تتابعهم يتكلمون عن منتج أو متجر واحد بحد صح. بحد ذاته، تمام. الشركة اللي أعلنت أو أطلقت هذه الحملة من خلال المشاهير هذول لا تعتقد أن هي معتمدة في مبيعاتها من خلال المشاهير فقط. ترى الستوري 24 ساعة وبيختفي. أكيد أنه هم جالسين يعززون حملات موجودة في السوشيال ميديا أساسا، لكن هذا تعزيز وإشهار أكثر من خلال المؤثرين أو المشاهير إن صح التعبير. فأعتقد أنه أجبت على السؤال الآن. صحيح. ما دمت نشاطك يعني بسيط وفي بداياتك. اللي فهمته من كلامك يعني أنا بتوجه للمشهور إذا وصلت في مرحلة من التجارة الإلكترونية، إنه إذا دفعت للمشهور مبلغ مالي وقدره ما يتأثر معي الموضوع. يعني لو خسرت هذا المبلغ ما يتأثر معي المبلغ، ما يتأثر معي أقصد ميزانيتي. بعكس موضوع الحملات الإعلانية، أنت ممكن تبدأ بمبلغ بسيط، ممكن تبدأ $5 $10، نجحت خير وبركة، ما نجحت مو نهاية الدنيا. يعني المشهور ممكن يدفع له 20,000 15,000 30,000. حملات الإعلانية بتبدأ برقم بسيط، وأنا أتوقع أنه النتائج بتكون في الشخص المبتدئ في الحملات الإعلانية الممولة فرصة أنه تنجح أكبر، لأنه أنت بتفشل في المرة الأولى والثانية والثالثة، في المرة الرابعة بتعدل. لكن عند المشهور فشلت من مرة خلاص انتهى الموضوع، ميزانيتك كلها راحت إذا أنت أصلا مبتدئ وبادئ بميزانية معينة. وكذا أنت مروان عندك تجربة في الإعلان عن طريق المشاهير ودي صراحة لو تحكينا هي يعني برضو. إيه بالطبع. بس إنه عندي خلينا نقول إن صح التعبير إضافة أو تعديل على أحد المعلومات اللي أنت ذكرتها. هي مسألة إنه الإعلان عند المشاهير ما هو بالضرورة أو ما هو مرة صح إنه نقول خسارة، لأنك أنت كسبت مشاهدات وكسبت إعلان أو إشهار للمتجر تبعك أو شيء من هذا القبيل. لكن أنت في البدايات تمام ما تقدر تدفع مبلغ ضخم مقابل إنك بس تشهر المتجر صحيح. أو تشهر منتجك أو شيء من هذا القبيل بدون ما تحصل عمليات بيع. لا، انت في البدايات وميزانيات محدوده، انت تبي تبيع باكبر قدر ممكن يعني باسرع طريقه ممكن. هدفك البيع كبدايه. لكن المشاريع الكبيره عنده ميزانيه كبيره، عنده استعداد لضخ الاموال والميزانيه لمده سنه ونص من دون ما يحقق ارباح، اموره طيبه.
تمام. وبعض المشاريع ممكن تتوازن، يعني اللي يحققه من مبيعات بقدر اللي يصرفه، لكن في كثير من المشاريع لا، هو جالس يصرف، اللي قاعد يحققه من مبيعات أقل من اللي جالس يصرفه، يعني اللي يصرفه أعلى بكثير، لكن عنده استعداد، عنده ميزانية ضخمة، عنده خطة، عنده شيء كبير، ما عنده إشكالية في هذه النقطة أنه يدفع بهذا القدر. لكن أنت كمشاريع صغيرة 100 200 300 ألف، أنت لما تحط 5000 أو 10000 تتمنى أن يكون في مردود سريع، لأنه ميزانيتك بسيطة وممكن صحيح. ما تصمد معك لسنة أو سنة ونص. تمام. فيما يخص صحيح. مسألة الإعلانات من خلال السوشيال ميديا أو الوسائل التواصل الاجتماعي، في معلومة مغلوطة كثيرة ممكن في الانترنت انه ترى تقدر تحقق مبيعات من 10 و15 دولار الى اخره والى اخر. وفي بعض الاشخاص يسوي فيديوهات يقول لك اوه والله حطيت ميزانية 10 دولار وشوف بعت ب 1000 دولار او ب 500 دولار. خلينا نكون واقعيين بشكل كبير جدا. الميزانيات اليومية اللي حسب تجاربي الشخصية وقد لا تنطبق على كل الأنشطة المعقولة واللي بتقدر تحقق من خلالها أرباح وعمليات بيع ما تقل عن 50 دولار لليوم الواحد. وطبعا يعني هي نسبة وتناسب على سعر المنتج اللي انت قاعد تبيع. مو معقولة انه انت منتجك مثلا 1000 ريال وتعتقد انك بتقدر تحصل اكثر من عملية بيع من خلال ميزانية يومية 50 دولار فقط. بلس الاستراتيجية اللي انت قاعد تعملها هي تحدد كم تجيب لك العميل. فيه احد التجارب اللي انا جربتها مثلا قدرت انه احقق مثلا مبيعات باكثر من 11000 من خلال اللهم صل على محمد ميزانية ما تجاوزت ال 350 دولار، فتقريبا 1000 ريال مقابل عمليات بيع ب 11000 ريال. فمسألة أنك تقدر تبيع منتجات بتكلفة عالية ومقابل ميزانية بسيطة هو معتمد اعتماد كلي على الاستراتيجيات اللي أنت تستخدمها، وأيضا على المنصة اللي أنت اخترتها. كل ما كانت المنصة جيدة وتسهل من عملية إتمام عمليات الشراء أو البيع كل ما كانت التكاليف أقل، وأيضا يدخل فيها جودة الوسائط اللي أنت قاعد تستخدمها، هل الوسائط جيدة أو لا. لكن مجملا يعني خلينا نقول أنه في كلام مبالغ فيه في السوشيال ميديا أنك قاعد تقدر تبيع آلاف مثلا مقابل 50 دولار أو مدري إيش إلى آخره. لا، يعني خلينا نكون واقعيين أنه قد ما تحط ميزانية قد ما تقدر أنت تحصل عمليات بيع. غالبا ودائما هدف كل متجر أو هدف كل مسوق أو كل شركة تسويق هي الحصول على عميل بأقل تكلفة ممكنة. فهذا هاجس لكل المتاجر مهما كبرت ومهما صغرت، حتى الشركات الضخمة والكبيرة عندهم هذا الهاجس. هذه تقليل التكلفة تعتمد زي ما ذكرت على عدة عوامل كثيرة ممكن في حلقات ثانية أتكلم فيها أنا وعبد الرحمن، مثل المواسم، الأوقات، المنصات، الوسائط اللي تستخدمها إلى آخره. لكن زي ما ذكرت بتجاربي بسيطة المعقولة قدرت أنه أحقق يعني أقل مبلغ ممكن أقدر أحقق منه عدة عمليات مش عملية واحدة في اليوم، تقريبا هو 50-60 دولار لليوم. ممكن لو غيرت الاستراتيجية تبعي أقدر أحصل عمليات أكثر، هذا وارد. ممكن أقدر أقلل التكلفة أيضا وارد. لكن في النهاية لما تغير الاستراتيجية تعتمد على موقعك إيش قاعد يدعم، إيش تقدر تسوي في موقعك، هل يدعم صفحات الهبوط اللي تقدر تخصصها أو شيء من هذا القبيل، هل أنت تقدر تعمل اللي ما يسمى بأقماع التسويق أو شيء من هذا القبيل أو لا. لكن كل هذه التفاصيل ممكن حنا نتكلم فيها في حلقات جاية بإذن الله. سألني عبد الرحمن عن تجربتي اللي هي من خلال الإعلان عند أحد المشاهير وكيف كانت. للأمانة أول ما بدأت أفكر أو عفوا أول ما بدأت في التجارة الإلكترونية تواصلت مع أحد الأشخاص وكان هو مورد صراحة للمنتجات. فكنت أقول له أنه أنا قاعد أشوف عندكم أنتم كالشركة فيه مشاهير أو مؤثرين قاعدين يعلنون لكم، أبي أوصل لهذول وأبي أعلن مثل الخلق مثل الناس اللي قاعد أشوفها تعلن. طبعا ما كنت أعرف هذا الشخص صراحة، لكن قدم لي نصيحة جيدة. وللأمانة يعني في وقت من الأوقات تراجعت عن النصيحة وما مشيت في كلامه، لكن
بذكر النتيجة. فقال لي شوف في البدايات لا تقرب من أي مشاهير أساس أنك تقدر تعلن عندهم، تكاليفهم عالية جدا، أنت ما تقدر تتحمل التكاليف، وأنت قد يكون تعلن عندهم لكن ما عندك القدرة لوجستيا على استيعاب الكم الهائل من الطلبات لو أعلنت عندهم، فراح يكون شكلك سيء أو قبيح. تمام. أخذت نصيحة في المتجر هذا ومشيت فيها وما أعلنت عند أحد المشاهير، لكن في متجر ثاني أنشأته وبعد فترة طويلة ممكن أخذ خلينا نقول 6 شهور 7 شهور، حسيت أنه الأمور طيبة وكنت حاب أني أحقق أهداف مادية أو عمليات بيع جيدة، فقلت ليش لا ما أعلن عند أحد المشاهير. توجهت لشخص أثق فيه كمشهور، أثق في المتابعين اللي عنده، اللي كنت أعتقد أنهم مهتمين بالخدمة اللي أنا أقدمها أو المنتج اللي أنا أقدمه. فتواصلنا، شفت عدد المتابعين، عدد المشاهدات عنده إلى آخره، كل التفاصيل بكل صدق وإحقاقا للحق. الشخص كان واضح معي، قال لي ترى شوف مروان، أنا بقدم المنتج تبعك بأحسن صورة ممكنة، أنا أضمن لك تقديمه بالشكل الجيد واللائق، لكن أنا ما أقدر أضمن أي عمليات بيع أو شيء من هذا القبيل. فإذا أنت موافق كان واضح نكمل. معك قلت يعني موافق، ما وعلى إيه ما طيرني وقال لي أوه والله شوف أنا أعلنت له فلان وأعلنت المتجر فلان والسوالف هذه، لا. صحيح. كان هذه واضح نقطة على أساس برضه إنه مهمة، أصلا لازم على أساس إنه ما الواحد يبينها يعني كمشهور، يعني يكون في مصداقية ويبين للشخص يعني عشان ما يتفاجأ بالضبط. يعني. إيه بالضبط. لا تطيره وتقول له والله شوف المتجر الفلاني اعلنت عندهم، لو عفوا اعلنت لهم لما اعلنت عندهم ايش صار وبلا بلا الى اخره. م- كون صادق. فهذا الشخص كان صادق معي وبين لي كل التفاصيل، قلت له خلاص على بركة الله. اتفقت معاه، فرحت المنصة اللي انا مسوي عليها المتجر، م- فقلت يا جماعة المتجر يتحمل زيارات كثيرة ولا بيصير يعني دروب او بيخرب م- الموقع، لا تفشلوني، عندي بيجي كم هائل في اليوم الفلاني. فقالوا لي لا ما عليك امورك طيبه. قلت يا جماعه ترى بعلن عند مشهور مره يعني، فمش مشهور يعني بسيط صراحه، يعني مشهور على مستوى السعوديه. قالوا لي الامور طيبه. قلت اوكي يلا. فانتظرت الاعلان، جاء وقت الاعلان، اعلن، دخلت شفت الاعلان وانا مره سعيد وجالس على صفحه الاحصائيات للزوار واحدث واحدث واحدث، ابى اشوف زيارات، ابى اشوف نتائج للحمله. بكل صدق عملية بيع واحدة مقابل 16,000 ريال دفعتها راحت في 24 ساعة، واللي هي كانت مدة الستوري في سناب شات. م. ولكن برضه تعلمت تبخرت من التجربة يا المبلغ. مروان، اي طبعا يعني اوكي، وهذه انا التجارة يعني هي كانت في تكلفة النهاية. اي يعني تكلفة او تكلفة اني اتعلم او اثق بكلام الشخص اللي نصحني كانت 16,000، تكلفة عالية صراحة. لكن اليوم بعد التجربة هذه، هل انه انا راح اجرب اعلن عند مشهور؟ لا صراحة، لحد ما يكون نشاط التجاري قادر انه يدفع 16,000 او 20 او حتى 100,000 من دون ما تشكل لي اي تأثير في الميزانية او تسوي لي اشكاليات. بعد ما عرفت هذه النقطة توجهت صراحة للاعلانات عفوا الممولة، واهتميت في الإعلانات الممولة وقدرت أحقق نتائج م. جدا مرضية في المتجر اللي أنا جالس أشتغل فيه. المتجر اللي جالس أشتغل فيه حاليا أو في الفترة هذه هو متجر يقدم منتجات رقمية، دورات، وبعض الكتب أو الكتيبات الرقمية اللي هي PDF. أعتقد أنه خيار الحملات الممولة أو الإعلانية جيد جدا إذا كملت المنظومة الكاملة للتسويق اللي هي من خلال صناعة محتوى وأيضا تواصل وقيمة مضافة لعملائك، فأعتقد أنه ممتاز. تكون خيار جيد. طيب خلينا طبعا. نتكلم عن التسويق بالمحتوى. أنا برضو واحد من الناس اللي أشوف إنه في فرصة كبيرة في التسويق بالمحتوى، لكن مو اعتماد رئيسي. أنت ممكن تطلق حملة إعلانية، أو تطلق حملة إعلانية ممولة، أو تطلق حملة عن طريق المشاهير أيا كان، بعد ما طبعا توصل للخيار المناسب لك. ولكن في نفس الوقت لازم برضو تسوق بالمحتوى. التسويق بالمحتوى مو بالضرورة إنه يجيب لك مبيعات، يعني زي ما تفضل الأخ مروان إنه أنت بتصنع هوية، وبتصنع براند،
وبتعود الناس على متجرك، يعني بيكون في وعي. إيه فتشوف المحتوى جدا مهم. إيه صناعة المحتوى يا طويل العمر يعني خلينا نقول هي إثبات لوجودك، إنه أنا موجود صحيح في بالضبط. السوشيال ميديا، أنا موجود، موجود متصل أو أتواصل مع الجمهور من خلال صناعة المحتوى هذا. جدا مهم. صناعة المحتوى ممكن في البدايات أو في يعني بداياتك ممكن ما يجيب لك عمليات بيع، ممكن ما يجيب لك الترافيك من السوشيال ميديا يعني في بداياتك ترافيك يعني معتبر، لكن خذها في عين الاعتبار إنه صناعة المحتوى لعدة أسباب زي ما ذكرت، أنه هي تقول أنه أنت موجود، بلس أنت تنمي جمهورك والمهتم بخدماتك ومنتجاتك. تمام. الحاجة الثالثة أنه راح توصل إلى مرحلة تحقق منها الترافيك، تحقق منها زيارات إلى متجرك، تحقق منها زيارات تجيب مبيعات ما هي بشوية. كلنا نعرف وشفنا متاجر عندهم متابعين مثلا في حساباتهم أو في السوشيال ميديا 1,000,000 1,500,000، عندهم أدوات وعندهم أشياء تقيس عدد الترافيك أو عدد الزيارات اللي جايهم من السوشيال ميديا، وتقيس أيضا عدد عمليات البيع اللي قاعدة تجيهم من السوشيال ميديا. لا تستهين بالتواجد في السوشيال ميديا ولا تستهين بصناعة المحتوى في السوشيال ميديا. كل منصة من منصات السوشيال ميديا لها طبيعة مختلفة ولها جمهور نوعا ما مختلف، لكن مش بالشكل الكبير نفس ما يسوق له بعض المسوقين. يعني بمعنى هذه تشعب شوية، لكن على أساس من الجيد أنه نتكلم عنها. بعض المسوقين يقول لك أنه لا ترى شوف جمهور تويتر كذا، جمهور انستغرام كذا، جمهور سناب شات كذا. في النهاية أنا مروان وأنت عبد الرحمن، أنا عندي حساب في السوشيال ميديا في تويتر، عندي حساب في سناب شات، عندي حساب في تيك توك، عندي حساب في اليوتيوب إلى آخره. أنا مروان موجود في كل المنصات. تمام. أنا مروان لما أدخل تويتر نفسي لما أدخل سناب شات، أنا ما تغير لما أروح أنتقل من برنامج إلى برنامج. تمام. لكن في طابع للمنصة نفسها. مثلا على سبيل المثال التويتر يغلب عليه طابع الجدية والطابع المحتوى الجاد والهادف والشركات والنخبوي نوعا ما. تمام. فأقدر أنه أطلق حملات أو أطلق منتجات أو أسوق المنتجات هناك يغلب عليها الطابع الجدي. في التيك توك مثلا على سبيل المثال، التيك توك يغلب عليه المحتوى اللايف ستايل أو نمط الحياة، المحتوى السريع، المحتوى اللي أنا أصور فيه حياتي اليومية إلى آخره. فأساس أنه أصنع محتوى لابد أني أصنع محتوى يناسب المنصة بقدر الإمكان. اي بالضبط. فما ينفع انه مثلا اجيب صوره واحطها في تيك توك واكتب عليها بس صوره ثابته، لا، لابد اني صوره لابد ان يكون فيديو، لان اصلا تيك توك ما تقبل الصور الثابته، وكل الاشخاص اللي ينزلون صور ثابته يتحايلون عليها، يحطون عليها صوت وتكون كفيديو فينزلونها. فمجملا السوشيال ميديا وجودك مهم، بتحصل مبيعات، لكن تتطلب منك نفس طويل جدا، وقد تحصل مبيعات من خلال السوشيال ميديا بتكاليف أقل حتى من إطلاق الحملات الإعلانية، لأنه بتوصل لمرحلة أنك تجيب مبيعات من خلال السوشيال ميديا أو من خلال حسابك بدون ما تدفع ولا ريال، عدا أنك تصنع محتوى موجود عن الخدمة الجديدة أو المنتج الجديد أو تستعرض المنتج الجديد. تيك توك انتشار فيه المحتوى انتشار فيروسي، انتشار كبير وضخم جدا. لكن تيك توك حسب ما سألت أحد الشركات المختصة في التسويق بالمحتوى في تيك توك، في شركة مختصة يسوقون بالمحتوى في تيك توك، ما عندهم شغل، ما يقدمون أي خدمات إلا أنه يصنعون لك محتوى تسويقي داخل تيك توك. فسألتهم عن النتائج، هل تيك توك راح يجيب لي عدد عمليات بيع، هل تيك توك يحقق عمليات بيع فعلا من خلال صناعة المحتوى؟ فذكروا لي أنه التحقيق عدد جماهير كبير وضخم في تيك توك أمر هين جدا. تمام. فتيك توك سريع جدا في بناء الجمهور، لكن نوعا ما بطيء في تحقيق عدد عمليات البيع. صحيح. مجملا تيك توك فرصة كبيرة ومهولة جدا لأي شخص عنده متجر، لكن لابد أنك تفهم أنك تصنع محتوى يناسب المنصة اللي هو لايف ستايل، نمط الحياة. مثلا من المنتجات اللي أعتقد أنها جيدة جدا في التيك توك المنتجات مثلا خلينا نقول النسائية، العناية، التجميل، الأشياء هذه اللي هي
تاخذ نمط اللايف ستايل اللي انت تقدر تصورها فيها او تستعرضها بطريقه لايف ستايل، انك عايش هذه حياتي، هذه الاشياء اللي قاعد انا اسويها. تمام، ممتاز. الله يعطيك العافية يا مروان. وأنا صراحة المحاور والأسئلة عندي تقريبا إنها انتهت، والجلسة صراحة ما تنمل معاك، وتقريبا وصلنا لنهاية الحلقة. وأشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها، وبإذن الله في المستقبل القريب عندنا بيكون أكثر من حلقات، ونقدر نكون نقدم محتوى جيد للجمهور. كلمة أخيرة حابب آه تقدمها لأي شخص بادئ في التجارة الإلكترونية أو حابب يبدأ بس متخوف؟ آه اول شيء احسب حساباتك، احسب امورك بشكل جيد. من الجيد ميزانية. ايضا انك ما تبدا تجاره. اي، من الجيد ايضا انك ما تبدا عفوا، ما تبدا تجاره الكترونيه من خلال ديون، على اساس ما ترهق نفسك. أحسنت. آه، المعرفه هي السلاح، او هي الاضاءه اللي راح تدخلك او تمشي في عتمه هذا الطريق. المعرفة ثم المعرفة ثم المعرفة. حاول أنه يكون عندك أنك تستقي المعرفة من مصادر موثوقة وجيدة، لأنه في كثير من الأشخاص في الإنترنت وللأسف الشديد يعني يروجون لمعلومات مغلوطة بهدف أنهم يبيعون عليك خدمات أو منتجات. كون واعي على أساس تقدر تميز أو يكون عندك يعني أنك تقدر تعرف المحتوى الحقيقي والمحتوى الحقيقي، وخلينا نقول الموثوق، من المحتوى اللي قاعد يحاول يبيعك خدمات ومنتجات بغض النظر عن ايش حتكون النتيجة. استمتعت صراحة والله بالكلام معك، والحلقة هذه جدا ممتعة يا عبد الرحمن. أتمنى أيضا تكون ممتعة لكل الأشخاص اللي حيتابعون الحلقة هذه بإذن الله. بإذن الله. ممكن ما قدرنا نغطي كل المحاور، لكن بإذن الله تكون لنا حلقات ثانية ونقدر نغطي فيها محاور كثيرة. أعتذر نيابة عني وعنك عن الإطالة في الحلقة، طولنا. فممتن والله عبد الرحمن الفرصة، ويعطيك ألف عافية. شكرا لك. الله يعطيك العافية يا مروان، ونشوفك على خير إن شاء الله. بحط لكم جميع مواقع التواصل الاجتماعي لمروان ولي. مروان إنسان مهتم بالتجارة الإلكترونية، نفس الشيء عندي اهتمام بالتجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى. فتابعونا، ولا تنسوا تتابعوا القناة، وبإذن الله نشوفكم في حلقات قادمة. شكرا مروان، يعطيك العافية. العفو، يعطيك العافية، في أمان الله.